المحاضرة الأولى من الكورس التأسيسي لدفعة 2027. ازيكم يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير إن شاء الله. بداية سنة قوية مع بعض، وزي ما تعبنا مع دفعة 2026 اللي هم نتيجتهم كمان يومين، يعني خلاص هم يعتبر دلوقتي قاعدين على أعصابهم منتظرين النتيجة كمان يومين، فأنت ادعي لهم أو تعرف حد في دفعة 2026 ادعي له كده في التعليقات، وربنا يكرمكم زي ما هيكرمهم إن شاء الله. طبعا احنا عملنا كل حاجه تتخيلها مع دفعه 2026 لحد باب اللجنه، كنا موجودين معاهم باذن الله، واذن الله السنه دي نعمل معاكم اكتر من كده باذن الله. فانتوا في ايد امينه ان شاء الله، وما تقلقش من اي حاجه من حيث الكيمياء دي هتلاقيها اسلس ماده تتخيلها في حياتك. اولا كده يا شباب، بس الخريطه بتاعتنا في المحاضره. اولا كده المحاضره هتبقى طويله شويتين، ولكن هي لذيذه، يعني مش هتحفظ فيها كتير. يعني المحاضره مش ما فيهاش حفظ، هي بس فيها كام تريكايه كده اقول لك احفظ الجزء ده احفظ الجزء ده بس، خليه مهم معاك. لكن انت قاعد يا باشا مشروبك الجميل وبتسمع المحاضره من اولها لاخرها كده، ان شاء الله مش هتلاقي فيها حاجه صعبه ان شاء الله. تمام؟ وان شاء الله ما فيش معانا حاجه صعبه طول ما انت ملتزم وطول السنه مكمل بنفس الحماس. ان شاء الله يكون الحماس دوت مش حماس بدايات بس، يعني الحماس اللي انت داخل بيه في اول السنه ده مش حماس بدايات وهيعطل منك في وسط الطريق. وعشان تكمل بنفس الشغف طول السنه لازم يكون عندك هدف. لازم يا شباب تخلوا ليكم هدف طول السنه. انت اصلا بتذاكر ليه؟ ولا انت بتذاكر عشان اهلك قالوا لك ذاكر ولا لا؟ لا، لازم تكون عندك هدف. انت بتذاكر ليه؟ اسال نفسك انا بذاكر ليه؟ اولا كده انت عندك اسباب كتيره قوي، فانت المذاكره اللي انت فيها دلوقتي دي او الوضع اللي انت فيه ده انت ممكن تاخد منه حسنات كتير. يعني انت المذاكره ملهاش لازمه لو انت ما جددتش نيتك في المذاكره. يعني ايه ما جددتش نيتي في المذاكره مثلا؟ يعني خلي ليك نيه في المذاكره. انا نيتي ابقى مثلا دكتور عشان اعمل كذا كذا كذا. طيب عشان المهم ان في النهايه انت هتنفع الامه بشيء، يعني انت هتنفع الدنيا بشيء او هتنفعنا احنا بشيء. تمام؟ فلازم يكون ليك هدف طول السنه عشان تكمل، عشان لو في وسط الطريق وقعت لا تبقى تفتكر انت من البدايه بدات ليه اصلا. تمام؟ ان شاء الله تكون بدايه خير علينا وعليكم يا رب، وتخرجوا من السنه مجبورين الخاطر ومحققين احلامكم ومفرحين اهاليكم ان شاء الله. اولا كده يا شباب بالمحاضره دي كده احنا يعتبر كده بدانا حجز المنصه. ان شاء الله هنبدا مع بعض مع شباب الازهر والعام ان شاء الله. احنا طبعا في المنصه هنا بص بنعامل الازهر والعام سواسيه، يعني مفيش حد اقل من حد. يعني احنا مش مهتمين بده زياده عن ده، لا هو الازهر لان انا كنت طالب ازهري فواجب عليا وحق عليا ان انا اهتم بالطالب الازهري ده واحسن اهتمام كمان. فطبعا احنا بدانا حجز المنصه بالفيديو ده، وطبعا هينزل لكم فيديو تفاصيل بعد ده ان شاء الله، فيديو ازاي تحجز على المنصه معانا ان شاء الله وتبدا معانا السنه من اولها ان شاء الله. احنا هنبدا يوم 3/8، هيبقى محاضراتنا اثنين وخميس، هننزل محاضرتين في الاسبوع، وهنحل مع طلاب الازهر كتاب المرشد وكتاب الطيب، يعني كتابين في وسط السنه، وهنحل معاهم اسئله العام طبعا عشان انت عارف ان الامتحان الازهر بيجيب سنوات سابقه ثانويه عامه. وكمان برضه نفس القصه مع طلاب العام. كل التفاصيل دي ان شاء الله هينزل لك فيديو تفاصيل كده باذن الله كمان بعد المحاضره دي، هيعرفك كل حاجه هنعملها على مدار السنه ان شاء الله. ولكن لو انت عايز تعرف التفاصيل على طول دايركت من بعد يعني قبل ما ينزل الفيديو، ممكن تبعت لنا على اللينك اللي هتلاقيه في اول كومنت، وهيعرفك كل التفاصيل ان شاء الله في حجز المنصه لدفعه 2027. كترت عليكم في الكلام، انا عارف ان انا صدعتك، فهنبدا دلوقتي ان شاء الله. اولا كده يا شباب احنا بندرس علم اسمه علم الكيمياء. اولا كده علم الكيمياء ده بيدرس ايه؟ بيدرس البنيه الذريه لاي ماده. طيب يعني ايه ماده اصلا؟ انا كده كشخص ماده، القلم دوت ماده، ازازه الميه دي ماده. فالماده بتتعرف منين؟ الماده قال لك كده لها تعريف بسيط خالص، هي كل ما له كتله وحجم. يعني ايه لها كتله؟ حطيت على ميزان توزن، حجم واخده جزء من المكان. فاحنا عندنا مثلا وليكن طالب من دفعه 2027 طالب حزين قدامك اهوت، فده بالنسبه لنا ماده، صح ولا لا؟ طيب لو جينا بقى للراجل بتاع الاحياء، عارف ان الكلام ده كله مش تبعنا، فلو جينا للمستر بتاع الاحياء يقول لك ايه؟ ان ده ماده. فالماده دي بتتكون بالنسبه له هو بيشوفه متكون من اجهزه، جهاز هضمي، جهاز دوري، جهاز كده يعني. فمتكون من اجهزه، والاجهزه دي مكونه من اعضاء. تمام؟ والاعضاء دي مكونه من انسجه. طيب والانسجه دي يقول لك متكونه من عضيات، والعضيات مكونه من جزيئات، والجزيئات مكونه من ذرات. بس الكلام دوت مالناش دعوه بيه، احنا كيمياء، احنا مالناش دعوه بالكلام ده. احنا بس بندرس الماده وجزيئاتها وذراتها. كل ده كده ملوش لازمه بالنسبه لنا. تمام؟ يبقى النص ده هو كده او الجزء اللي في النص ده كده مالناش دعوه بيه. احنا بندرس ايه؟ بندرس ان الماده بتتكون من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات. طيب واحنا كمان ما بندرسش جسم الانسان، يعني احنا في دراستنا مش بندرس جسم الانسان، ولكن احنا لينا علاقه بجسم الانسان اكيد. يعني اقول لك ايه؟ احنا لينا علاقه بجسم الانسان
بس مش دراستك دلوقتي. يعني انت ليك لما تخش كليه طب، تخش كليه علوم، تخش كليه صيدله، طبعا بقى ده انت لازم تبقى فاهم التفاعل الكيميائي، التفاعلات الكيميائيه عموما. احنا بقى بندرس هنا التفاعلات الكيميائيه والمواد والذره الاساسيه. احنا اللي يهمنا الذره اللي بتكون الماده، هي اصغر حاجه في جسم الانسان، هو ده موضوع شغلنا. فاولا كده يا شباب لما نيجي نحط تعريف للماده بقى، هنبدا بقى بالماده وبعد كده جزيئات وذرات وهكذا. طيب اولا كده تعريف الماده بتاعتنا، قال لك هي كل ما له كتله وحجم، كل ما له يا شباب كتله وايه؟ كتله وحجم. تمام. طيب لما نيجي نتكلم على مكونات الماده، طبعا احنا الكلام ده كله بلح ملوش لازمه بالنسبه لنا. اللي يهمنا دلوقتي الماده اهو تتكون من ايه يا شباب؟ تتكون من الجزيئات، تمام، والجزيئات بتتكون من ذرات. تكون من ايه يا معلم؟ تكون من ذرات، بس كده. دلوقتي احنا هندرس كل واحده فيهم، يعني احنا هندرس الماده وهندرس الجزيئات وهندرس الذرات. يعني ماده بقى عندنا في الكيمياء، يعني جزيئات عندنا في الكيمياء، يعني ذرات عندنا في الكيمياء، بس كده. انا عايزك اكنك مش عارف اي حاجه خالص، تمام؟ فالمحاضره دي اكنها بادئه كده من تحت الصفر. فصلى على النبي. اولا كده حالات الماده في المعادله الكيميائيه. اولا احنا هندرس اول حاجه ايه؟ الماده، ماشي؟ فالماده هنشوف حالاتها في المعادله الكيميائيه. انا مش بقول يعني في حالات اساسيه ليها. الاول حاله الماده، يعني مثلا ممكن تلاقي في ماده صلبه، تمام. رقم 2 ممكن تلاقي ماده تانية سائله، خلاص. رقم 3 ممكن تلاقي ماده غازيه. يبقى انت عندك في 3 حالات اساسيه، 3 حالات ايه اساسيه بنرمز لها في المعادله. يعني احنا في التفاعل الكيميائي بنكتب معادله، خلاص. طبعا انت اكيد انت عارف حاجه زي كده. الماده الصلبه بيرمز لها بالرمز اس سمول. ليه بقى اختصار لكلمه سوليد؟ عشان ده صلب بالايه؟ بالانجليزي، تمام. وعندك الماده السائله بنحط لها ال سمول كده، دليل على انها ايه؟ ليكويد. طيب والغازيه نقول عليها جاز. تمام يا ريس؟ يبقى اذا عندك صلبه وسائله وغازيه. كلام سليم، كلام سليم. يبقى اذا دول حالات الماده الاساسيه. في حاله رابعه للماده حبيت اعرفها لك كده، ازودها لك عشان يعني هي مش موجوده في الكتب، ولكن انا بثقفك يا عم، بس هي مش مهم ملاش لازمه. في حاله رابعه للماده كده، وروح ابحث عليها بقى لو انت ايه بتحب، من الناس اللي بتحب تبحث. حاله رابعه للماده اسمها البلازما. دي بقى اللي بعد الغاز. يعني مثلا انت عندك ماده صلبه، فانت مثلا سخنتها اديتها طاقه يعني فبقت سائله، ساحت خلاص مثلا. السائله دي سخنتها تاني فبقت غازيه. الغاز ده بقى انت اديته طاقه يعني كبيره جدا لدرجه ان الغاز ده اتأين، فاهم؟ الغاز ده اتفكك بمعنى صح، فبقى ايه؟ بلازما. يعني بقى غاز عليه شحنات في الاخر. فده بقى الحاله دي اسمها حاله ايه؟ حاله البلازما. البلازما دي موجوده في كل حته في حياتنا. يعني النجوم، شايف انت النجوم دي عباره عن بلازما. فتقدر تسيرش على البلازما بقى دي وتعرف، ويعني لا ده علم واسع. يعني البلازما دي موجوده في كل حاجه حوالينا، فهي مهمه ان شاء الله، وهتدرسها لو انت دخلت هندسه صيدله علوم كل القصص دي. المهم يعني، طيب عندنا بقى في حاله، عندك هنا بقى الحالات احنا قلنا في المعادله ايه؟ الكيميائيه. طبعا البلازما دي عشان برضو ما شتتكش ملهاش لازمه بالنسبه لي، يبقى اذا خلاص ايه؟ البلازما دي مش مهمه. طيب عندك بقى هنقول رقم 4. عندنا بقى في عندنا بخار، يعني ده الاساس. بعد كده في حاجه اسمها بخار بقى. البخار ده في المعادله الكيميائيه فيبور، يبقى رمز في سمول. وعندك رقم 5 محلول مائي. محلول ايه؟ مائي، تمام. ده اسمه ايه؟ اكوس او اكوس. اي كيو، رمز اي كيو، محلول مائي. محلول ايه؟ يعرف يعني محلول مائي؟ اولا كان محلول مائي ده اللي هو مثلا معاك كوبايه ميه ودوبت فيها اي حاجه، دوبت فيها سكر، دوبت فيها، اقول لك دوبت فيها ملح كده، ده اسمه محلول مائي. محلول بالميه، يعني انت عملت محلول ميكس كده. طيب ايه الفرق بقى لو سالتك سؤال؟ ايه الفرق بين الغاز والبخار؟ يعني لو جيت اسالك سؤال كده مهم، ايه الفرق بين الغاز والبخار؟ ها، لمده دقيقه كده فكر. ها، ايه الفرق بين الغاز والبخار؟ الغاز، هقول لك، الغاز في الحاله الطبيعيه بيبقى متطاير. يعني اصلا الغاز الاصل بتاعه ان هو غاز. يعني عارف انت ازاي؟ يعني مثلا حاجه زي الاكسجين. الاكسجين، هل انت عمرك شفت الاكسجين مثلا سيل؟ يعني الطبيعي بتاعه انه يبقى سيل؟ لا. فانت الاكسجين عادي اهو في الهواء، الجو، يعني في درجه حراره الغرفه بيبقى متطاير، تمام. الهيدروجين نفس القصه، النيتروجين نفس القصه. لكن البخار اصل الماده بيبقى يا صلب او سائل. يعني اصل الماده وانت بتبقى سخنته فاتبخر معايا. يبقى اذا يعني مثلا الميه في الطبيعي بتاعها ايه؟ الميه الطبيعي بتاعها ايه؟ سائل، تمام. بس هي لو اتسخنت، تمام، او لو ارتفعت درجه الحراره بتاعتها يعني بتبقى ايه؟ بتبقى بخاريه.
فهمتني ان شاء الله. طيب رقم 5 المحلول المائي فهمناه. طيب يبقى طيب حاجه تانية ممكن اقول لك بقى، يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين الغاز والبخار. طب ايه الفرق بين السائل والمحلول المائي؟ ها ايه الفرق بين السائل والمحلول المائي؟ السائل مثلا عارف انت الميه دي بالنسبه لي، يعني هنفترض انها نقيه ماشي. الميه دي تمثل سائل، تمام، لان هي ايه مفيش فيها حاجه، يعني مفيش فيها اي حاجه دايبه. خلاص دي بالنسبه لي سائل ليكويد بيور. لكن لو انت جيت تبص عليها اصلا هتلاقي كده على التيكت اللي مكتوبه، هتلاقي في كالسيوم ومغنيسيوم وصوديوم وبوتاسيوم وهكذا، يعني في حاجات دايبه جواها. يبقى اذا هي اصلا محلول مائي مش ميه. يعني انت لما بتيجي تشرب الميه دي اصلا محلول مائي مش ميه. فاهمني؟ طيب يبقى اذا فهمنا حالات الماده في المعادله الكيميائيه. طيب الماده بقى، تعالى بقى نشوف كده الماده ونفندها. اولا كانت عندك الماده دي في منها 3 حالات، يا اما تبقى صلبه، يا اما تبقى سائله، تمام، يا اما تبقى غازيه. تمام. طيب الماده الصلبه دي ليها 3 اشكال، يعني في ليها 3 اشكال. انا بص محتاج اديك الحته دي بحيث ان انا هبني عليها قدام، لكن انت في حاجات ممكن ما تتفهمش، ولكن يعني احفظها دلوقتي. الماده الصلبه دي ممكن تبقى موجوده على شكل جزيئات، تمام، وممكن تبقى موجوده على شكل ذرات، وممكن تبقى موجوده في شكل ايونات. تمام يا شباب؟ انا عارف انتم مش فاكرين يعني ايه ايونات دي، انتوا كنتوا واخدينها في اعدادي، ولكن هفهمها لك قدام. طب الماده السائله ممكن تبقى موجوده في شكلين، يا اما تبقى جزيئات، يا اما تبقى في شكل ذرات. تمام. طب الغازيه دي بتبقى موجوده في شكل ايه يا شباب؟ بتبقى موجوده في شكل جزيئات، يا اما موجوده في شكل ذرات. فعندك الماده الصلبه بتتكون من ذرات وجزيئات وايونات. طبعا انا بس غيرت الترتيب عشان اشرح حاجه معينه كده. اولا كده الماده الصلبه بتتكون من ذرات، مثلا زي ايه يا شباب؟ زي مثلا الحديد. ما هو انت مش الحديد ده ماده يا شباب؟ الحديد ده ورمزه ايه يا شباب في الكيمياء؟ رمزه اف اي، فرس. فانتوا عارفين الحديد رمزه اف اي، بيتكون من ذرات حديد. يعني مثلا لو جبت لك قطعه حديد كده هتلاقيها مكونه من ذره حديد جنب ذره حديد جنب ذره حديد جنب ذره حديد. فاهم؟ الماده نفسها مكونه من ذرات. طب عندك ماده صلبه مثلا بتتكون من جزيئات. ايوه اعرف في كتير مكون من جزيئات. زي مين يا شباب؟ زي مثلا السكر. عارفين السكر ده ماده صلبه ولا مش صلبه؟ السكر صلب. خلاص ده. طب جزيئات رمزه ايه السكر ده؟ سكر الجلوكوز. مش عارف انتوا عارفين رمزه ولا لا، بس ان شاء الله تكونوا عارفين رمزه من الاحياء بقى. C6H12O6. خلاص يعني السكر اللي احنا بناكله في البيت ده هو ده السكر، بس ماده صلبه وموجوده على شكل جزيئات. خلاص يعني بتبقى جزيء سكر جنب جزيء سكر جنب جزيء سكر كده. طيب الصلبه بتبقى على شكلها ايونات. شكلها ايه يا شباب؟ في ماده صلبه بتبقى على شكل ايونات، زي مثلا مين؟ زي ملح الطعام. ايه ملح الطعام ده؟ كلوريد الصوديوم NaCl. هو ده ملح الطعام، كلوريد الصوديوم، ده رمزه. يبقى ايون موجب وايون ايه؟ ايون سالب. طيب يا شباب الحاجات دي طبعا ما بتتشافش، يعني بديهيه، يعني محتاج اقول لك كده ان هو ايه؟ ان الماده الصلبه اللي بتتكون من الذرات دي، الذرات دي ما بتتشافش. يعني انت فاهمني؟ يعني انت مهما تتخيل وتحاول توصل ليها، يعني لا احنا بنحاول نرسم رسم علمي نظري نفهم بيه انا وانتوا الماده بتتكون من ايه. ولكن الماده الصلبه خلاص حديد ماشي. انا اللي ظاهر لي القلم، مش القلم ده بيتكون من ذرات بس، هل انا شايف الذرات؟ لا انا شايف القلم. تمام. فيبقى الماده الصلبه بتتكون من الحاجات دي. طيب في عندنا ماده سائله بتتكون من جزيئات، زي مثلا زي ايه يا شباب؟ اولا هقول لك مثلا ماده سائله بتتكون من زي الميه. ماشي، الميه دي ماده سائله. ماء رمزه ايه؟ H2O يا شباب. خلاص هل الميه دي ذره؟ لا الميه دي جزيء. ليه؟ لانها اكتر من ذره. طيب الماده السائله على شكل ذرات، ودي بقى حته خطيره قوي. لو حد فيكم عرف الماده السائله اللي بتتكون من ذرات يبقى بجد يعني تنين كيمياء، تنين بجد. ليه بقى؟ الماده السائله اللي على شكل ذرات هي ما فيش غيرها، يعني ما فيش غير ماده واحده بس سائله، بس بتبقى تركيبها ذري. مين؟ فكر للحظات. تبقى على شكل ذرات، بتبقى موجوده على شكل ذرات دوت الزئبق يا شباب. احنا عندنا الزئبق هو الفلز الوحيد السائل في الجدول الدوري. يبقى الزئبق رمزه ايه؟ Hg. زئبق سام ليكويد. طيب يبقى الزئبق ده يبقى سائل. تمام.
فعندك بقى في ماده غازيه يبقى موجوده على شكل جزيئات، وفي ماده غازيه يبقى موجوده على شكل ذرات. طب تعالوا نفهم مع بعض. في ماده غازيه موجوده على شكل جزيئات زي مين يا شباب؟ مثلا زي الهيدروجين. يعني هل الهيدروجين تقول لي كده يا مستر طب ما دي ذره هيدروجين، اقول لك لا، الغاز نفسه بتاع الهيدروجين، الغاز اللي هو رمزه اتش ده، بيبقى موجود في الطبيعه على شكل اتش 2، فبيبقى جزيء هيدروجين. طب مثلا الاكسجين ما بيبقاش او، بيبقى على شكل او 2، بيبقى ذرتين ماسكين في بعض. يعني الاكسجين وهو طاير في الجو، يعني مثلا الاكسجين اللي معدي قدامي ده اهو ماسك، عباره عن اكسجينتين ماسكين في بعض، تفهمني؟ برضو نفس الكلام مع النيتروجين N2، عباره عن نيتروجين. عارف انت كيس الشيبسي؟ الكيس الشيبسي اللي انت بتجيبه من المحل ده، مش هو بتلاحظ كده ان كيس الشيبسي ده منفوخ؟ الكيس الشيبسي ده منفوخ، هو مش جواه اكسجين، لا، لان الاكسجين هيبقى هياكل الشيبسيه، يعني وانا صح هيخلي الشيبسيه تبوظ، هيتفاعل مع الشيبسيه، فاحنا بنحط جوه كيس الشيبسي نيتروجين. النيتروجين ده بيبقى شكله ايه؟ N2، لان النيتروجين ما بيتفاعلش مع الشيبسيه ويخلي لك مقرمشه. تمام؟ يعني اكيد فاهم. ماشي. المهم غازيه على شكل ذرات زي مين بقى يا شباب؟ هقول لك زي مين، زي مثلا زي الغازات الخامله. طبعا انت مش فاكر يعني ايه غازات خامله، بس انت خدتها في ثانيه ثانوي، هفكرك بقى كمان شويه. الغازات زي على شكل ذرات مثلا زي الارجون مثلا، زي الارجون اهو، زي غاز الارجون، او زي غاز الهيليوم. تمام؟ ده الاي ار ده، هل ده جزيء؟ لا، ده ذره، هي على بعضه كده اسمه ذره. تمام؟ اي ار، اي ار. تقول لي يا مستر ما هو ذره وذره؟ لا، ما هو الاي ار ده اختصار لاسمه بس، اول حرفين بس من اسمه، ارجون هيليوم He كده، فهمت؟ فبس يبقى احنا كده يا شباب فرمنا الماده، فهمنا يعني ايه ماده. خلاص، يبقى انا شرحت ان الراجل ده ماده بيتكون من حاجات اهو، الحاجات دي مالناش دعوه بيها، احنا اللي يهمنا الماده وجزيئاتها وذراتها. طبعا انا خلصت الماده بحالتها وكل اللي احنا محتاجينه منها. طب ايه اللي بعد كده بقى؟ هندرس الجزيء او الجزيئات. يعني ايه الجزيء بقى يا شباب؟ صلوا على النبي. الجزيء هو اصغر جزء في الماده. تمام؟ يعني هو اصغر، هو بيقول لك كده تعريف مبهم ومش مفهوم اصلا، بس احنا اللي احنا نفهمه دلوقتي لما نكتب الامثله اللي عليه. هو اصغر جزء من ايه؟ من الماده. تمام؟ يبقى بيقول لك هو اصغر جزء منين؟ من الماده. يبقى انت عندك اهو، هو اصغر جزء من الماده، ويوجد في حاله انفراد، بيبقى موجود لوحده. يعني ماشي، كلام كله مش مفهوم. وتتضح فيه خواص الماده. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ اولا كده انت عارف لو انت اللهم صل على سيدنا محمد، كيس سكر، جبت كيس سكر وكلت منه سكرايه، هتلاقي طعمها ايه؟ طعمها مسكر. تخيل ان الماده اللي هو كيس السكر جبت منه جزيء اللي هو سكرايه، جبت تدوقها لقيت فيها نفس طعم السكر الاصلي. انت فاهمني؟ يبقى اذا هي اصغر جزء في الماده، يوجد في حاله انفراد، موجود لوحده، مستقر بمعنى صح. يعني وجود في حاله انفراد ده يا شباب يعني منفرد، سنجل عشان هو مستقر، بيبقى مستقر. تمام؟ وده اللي احنا نعرفه قدام. وتتضح في خواص الماده، تتضح في خواص الماده، يعني انت الخواص بتاعت الماده، شكلها، طعمها، لونها كده. تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف بنقسم الجزيء ده لحتتين. يعني الجزيء ده احنا هنقسمه لحتتين. في عندنا جزيء على شكل عنصر، يعني جزيء يديك عنصر، وفي جزيء يديك مركب. يعني ايه؟ يبقى انت عندك في جزيء يا شباب، في جزيء عنصر يديك عنصر. تمام؟ طبعا انا بقول ده عنصر وده مركب على طول، يعني بس المهم ان هو احنا لازم نكتب الصح. جزيء عنصر، خلاص. وعندك في جزيء ايه يا شباب بقى؟ جزيء مركب، جزيء مركب. تمام؟ طيب عندك بقى الجزيء العنصر ده له شكلين، يعني في جزيء العنصر دوت له شكلين. طيب بص معايا، مره يبقى شكله x2 ومره يبقى شكله x. يعني الكلام دوت واحده واحده. اولا كده يا شباب، انت عندك جزيء، احنا قلنا انت عندك في ماده بتتكون من جزيء. طيب الجزيء ده قسمناه، قلنا في جزيء اهو، جزيء عنصر، وفي جزيء تاني وجزيء مركب. تعال بقى نشوف جزء العنصر ده. جزء العنصر ده بيبقى موجود على شكل x2. ازاي؟ هقول لك. طبعا في 3 غازات موجودين في الجو اللي احنا لسه كاتبينهم من شويه. في عندك اتش، هل بيبقى شكله اتش بس؟ لا، بيقول لك بيبقى شكله اتش 2، فعشان كده قلت لك x2. طيب والاكسجين O2. طيب وعندك النيتروجين N2. خلاص، يبقى هيدروجين اكسجين نيتروجين، دول في الجو. في عندك بقى 4 اخوات وموجودين في مجموعه واحده في الجدول الدوري اللي احنا لسه هندرسه. عندك هنا في فلور،
تمام، وفي عندك كلور، وفي عندك بروم، وفي عندك يود اي. خلاص. طبعا يا شباب دول ما بيبقوش موجودين، مفيش حاجه اسمها فلور بس كده، لا بيبقى الجزيء بتاعه اف 2 والكلور سي ال 2 والبي ار بي ار 2 والاي اي 2. خلاص تمام. يبقى اذا هم دول السبعه اللي انت هتقابلهم في المنهج يعتبر، يعني هتقابلهم بكميه كبيره. في غيرهم يعني في غيرهم في بي 4 وكده الحاجات دي، لكن انا عايز اكس 2 اكس بس، دول اللي هدرسهم في مناهجي، عايز الخلاصه من الاخر. طبعا دول سبعه يا شباب اهو: هيدروجين، اكسجين، نيتروجين في الجو. ودول الاربعه اللي هم اخوات في قلب الجدول الدوري اسمهم هالوجينات. اسمهم يا شباب؟ طبعا انت خدتهم في ثانيه ثانوي. انت فاكر ان دول اسمهم ايه؟ بص هالوجينات. طيب يبقى اذا دول اسمهم ايه؟ هالوجينات: فلور، كلور، بروم، يود. طبعا السبعه دول بسميهم كده السبعه الكلاب من الاخر، يعني هم بصمجهم اي معادله هنقابلها في المنهج لازم تكتبهم بالشكل ده. H2Cl2O2 F2Br2I2. عارف لو لقيتك كتبت لي اتش، بص دراعك ده هقطعه، قلت لك اهو. فخلينا كده ايه يعني لزاز مع بعض من البدايه عشان يبقى الدنيا تمام. فدلوقتي H2 يعني يكتبوا ايه؟ 2، يكتبوا ثنائي الذره. خلاص. فاذا هالوجينات طبعا دول موجودين فين؟ في الجو. طيب السبعه دول سموهم السبعه ايه يا شباب؟ سبعه الكلاب. دول السبعه لا بيكتبش السبعه الكلاب. خلاص تمام قوي. طيب عندك اكس يا شباب، الاكس موجود على شكل اكس زي مثلا بقى اي عنصر بقى، يعني اي عنصر زي مثلا مين؟ زي الصوديوم بقى، اي حاجه غيرهم بقى. صوديوم مثلا اف اي، وليكن اف اي. اقول لك ايه تاني؟ اقول لك ايه تاني مثلا اف اي، اي حاجه بقى، المونيوم كده. خلاص. يبقى دول موجود على شكل ذره واحده. تمام. فبيتكتب على شكل اكس، ما فيش مثلا ان اي 2، ما فيش اف اي 2، ما فيش اي ال 2. وصل لك دي؟ طالما ما اتكتبش 2 يبقى اذا الجزيء دوت هو جزيء عنصر، هو ده جزيء، يعني ده جزيء صوديوم. تمام. ما تقوليش يعني هو ذره صوديوم وجزيء، يعني يتقال عليه جزيء وذره، ينفع يتنطق حاجتين: جزيء وايه؟ وذره. بس طبعا يعني بص سيبك من الكلام الفاضي ده، اللي يهمني دول ده ملوش لازمه. ممكن تقول ذره، ممكن تقول جزيء، براحتك. عايز تقول ذره صوديوم او جزيء صوديوم براحتك، عايز تقول ذره حديد او جزيء حديد براحتك، ذره المونيوم او جزيء المونيوم براحتك. يعني مش هنفضل ايه نلخبط بعض. اللي يهمني مين؟ اللي يهمني السبعه الكلاب اللي هم موجودين على شكل اكس 2. دول هم جزيئات ولا مش جزيئات؟ جزيئات. عشان دي دي مش ذره، لا ده دي ذرتين، ذره وذره يعني جزيء. دي مش لا دي او. دي مش نيتروجين، دي نيتروجين ونيتروجين. دي فلور، كلور، وبروم، ويود. وصلت ان شاء الله. طيب عندنا بقى في جزيء يا شباب على شكل مركب. طبعا بقى ده اي مركب تتخيله. اي مركب تتخيله ازاي؟ اهو عندك المركبات بتاعتك NaCl مثلا. NaCl ده جزيء مركب ايوني. خلاص. يعني بذمتك دول هل دول شبه بعض؟ لا دول مختلفين، فبالتالي يبقى ده مركب ركبت حاجه على حاجه. لكن دول يا شباب عناصر، يعني دول مش مركبات خالص. ليه؟ لان انت نفس العنصر، يعني انت فاهم هيدروجين مع هيدروجين، هل عملك مركب جديد؟ لا. لكن هنا دول عملوا لي مركب جديد. طب مثلا حاجه ثانيه Na3PO4، طبعا ده جزء كبير قوي Na3PO4. خلاص ده فيه كذا عنصر، ده يعني حفله اهي. طيب عندك مثلا وليكن Al2 او مثلا BO4 Al3BO4. لا ما احنا هنشيل الثلاثه من هنا عشان ده ثلاثي، ده ثلاثي، وده ثلاثي. يبقى اذا AlBO4، فبالتالي يبقى ده فوسفات المونيوم برضه جزيء. مثلا عندك يا عم اقول لك CaSO4، تمام، برضه ده جزيء. كل دول جزيئات، كل دول مركبات يا شباب. خلاص. سيبك من كلمه جزيء دي، يعني انت عايز عشان تتكلم بالبلدي شيل كلمه جزيء دي. عايز تتكلم بالبلدي شيل كلمه جزيء دي. يبقى انت عندك الجزيء في منه ايه؟ عنصر وفي مركب، في عنصر وفي مركب، في عنصر وفي مركب. العنصر السبعه دول يهموني. العنصر ممكن يبقى شكله اكس 2 وممكن يبقى شكله اكس بس، اللي هو يعني ايه؟ مفيش 2. تمام. وفي مركب، كل دول مركبات. خلاص. وصلت ان شاء الله. طيب ايه اللي بيكون دول؟ يا شباب؟ الذره. فهم؟ اصل دي بيتكون من ذره هيدروجين وذره كذا، وده بيتكون من ذره صوديوم وذره كلور، ذره صوديوم وذره فوسفور وذره اكسجين، ذره المونيوم، ذره فوسفور، ذره اكسجين. فهمت؟ فاحنا بقى هندرس دلوقتي يعني ايه ذره، وازاي نكتب رمز الذره، وبعد كده ندرس ازاي نكتب رمز اصلا ايه المركبات دي. هفكرك بكل ده ان شاء الله. تمام يا شباب. طيب خد بقى ايه يعني صوره لذيذه قبل، بس استنى هنكتب الملاحظه اللي هنا. في عندنا ملاحظه هنا. اولا كده عندك الغاز الخامل. تمام.
جزيء الغاز الخام الايه؟ جزيئه يتكون من ذرة واحدة. طبعا هي دي الملاحظة اللي انتم محتاجين تسجلوها عندكم. جزيء الغاز الخام الجزيء يتكون من ذرة واحدة. يعني مثلا يا شباب خام الجزيء يتكون من ذرة واحدة، يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني مثلا عندك مثلا حاجة زي الهيليوم اهو هو اتش اي، مفيش حاجة اسمها اتش اي 2. تمام؟ مثلا ارجون اي ار، مفيش حاجة اسمها اي ار 2. تمام؟ يبقى ده الغاز الخام الجزيء يتكون من ذرة ايه؟ واحدة. يبقى تمام؟ يبقى تاني عندك هنا في قلنا يا شباب ان في هنا عنصر جزيء عنصر. خلاص؟ يعني ممكن نديله تعريف، هنقول كده يتكون من اتحاد ذرات متشابهة. تمام يا شباب؟ يتكون من اتحاد ذرات ايه؟ متشابهة. ما هو الستة اهو اتش مع اتش، متشابهين ولا مش متشابهين؟ اتش واتش. خلاص؟ وهنا يتكون من اتحاد ذرات مختلفة. يتكون من اهو نقول كده، ممكن نقول عليه يتكون من اتحاد ذرات مختلفة. خلاص يا شباب؟ يبقى إذا ده بيتكون من اتحاد ذرات متشابهة وده مختلفة. مثلا ممكن نحط H2O مية هنا. تمام؟ يبقى إذا كده أنت تاخد لك إيه بقى يا باشا؟ تاخد لك سكرينة حلوة كده وتفرغها بقى تذاكر منها عادي. طلع على النبي. دلوقتي إحنا درسنا المادة خلاص، يعني إحنا خدنا المادة وخدنا الجزيئات هناخد دلوقتي إيه؟ الذرة. تمام؟ هندرس يعني ذرة. ماشي؟ أولا كده يا شباب الذرة. تمام؟ بص بقى معايا، هندرس تركيبها على طول، مش محتاجين تعريفات ولا محتاجين اي يعني حوارات فاضيه مالهاش لازمه. اللي يهمني دلوقتي ان احنا ندرس يعني ايه ذره. الذره يا شباب كنا احنا بنمثلها تمثيل كروكي كده، كنا بنقول عليها انها كره كبيره كده بالشكل ده، عامله شبه البطيخه او شبه المنجايه من الاخر. فاهم؟ عارف انت المنجايه بتبقى يعني بتبقى اعتبرها مدوره وجواها نواه. بالظبط، هي نفس الفكره هنا. يبقى الذره هنا برضو نفس القصه، جواها نواه. خلاص هكبرها شويه عشان برضو ايه اوضح الحاجات اللي هحطها جواها. دي جواها ايه؟ جواها نواه. يبقى اللي بره دي اسمها ايه يا شباب؟ دي اسمها اتوم اللي هي الذره. خلاص؟ طيب عندك في حاجه جواها اسمها ايه يا شباب؟ اسمها نواه. يبقى اللي جوه الذره النواه. والنواه دي خلاص قال لك كنا بنقول جواها نواه. النواه دي كان بيبقى جواها بروتونات ونيوترونات. فالنواه دي كانت شحنتها قبل ما نخش عليها بس كده كنا في حاجه اسمها شحنه. النواه دي اللي هي مشحونه بشحنه انت هتحفظها. ماشي؟ شحنتها ايه؟ موجبه. هتحفظها دلوقتي كده ان هي شحنتها ايه؟ موجبه. طيب والنواه دي كان جواها جسيمات. الجسيمات اللي جواها دي كانت نوعين، كانت بروتونات يا شباب موجبه اهو، بروتونز موجب بوزيتيف يعني اهو، بوزيتيف موجبه، فبالتالي لها تاثير يعني هي موجبه. خلاص موجبه جوه النواه. وجسيمات تانية متعادله بقى، يعني جسيمات تانية كده بس ملهاش لازمه للاسف. يعني جسيمات تانية متعادله موجب وسالب كده اسمها ايه؟ اسمها نيوترونات. اسمها ايه يا شباب؟ اسمها نيوترونات. فانت عندك جسيمين اهو، انت عندك اهو اللي جوه دي خالص دي اسمها ايه؟ بروتونات. بروتونات دي ايه؟ شحنتها يا شباب؟ بروتونات دي شحنتها موجبه. خلاص تمام. وعندك في نيوترونات، يعني عايز اوضحها لكم اهي. النيوترونات نيوترونات، بس النيوترونات دي يا شباب ملهاش لازمه، يعني هي بتتقل كتله النواه فقط، يعني هي بس بتتقل الذره او بتتقل النواه، يعني هي عامله كتله جوه النواه بس ملهاش لازمه. عارف انت يعني صاحبك اللي في الشله ده كده اللي هو ملوش لازمه، يعني لا بيفيد ولا بيضر، يعني هو عادي، يعني انت فاهمني؟ هو موجود بس في الشله عدد مش اكتر. فنفس القصه هنا، انت عندك النواه. ليه النواه دي جواها حاجتين؟ يعني انت مثلا النواه جواها حاجتين، يعني جواها حاجتين، في بروتونات لها تاثير ونيوترونات ملهاش لازمه. يعني قلت لك اهو النيوترونات اللي هي شحنتها متعادله يا شباب، شحنتها بيقول لك عليها شحنتها متعادله. متعادله دي معناها ايه يا شباب؟ عايزك تحفظ معايا كده، شحنتها المتعادله دي معناها شحنتها صفر. يعني معنى ان كده شحنتها صفر، شحنتها يا شباب شحنتها زيرو.
مهم جدا تحفظوا الرقم ده، الله يبارك لكم. الزيرو ده اهم من حياتك، خلاص، عشان ما تجيبش انت زيرو. فبقول لك اهو ان النواه جواها ايه؟ نيوترونات. النواه جواها نيوترونات. النيوترونات دي متعادله. يعني متعادله ملهاش شحنه. هقول لك يعني ايه تعادل. بص بقى، صلى على النبي. مثلا لو احنا عندنا مثلا الاهلي والزمالك كانوا بيلعبوا، او مثلا مصر يا عم والارجنتين. نفترض ان مصر جابت جونين خلاص، او 5 تجوال، وعندك الارجنتين جابت 5 تجوال، تمام. ففي النهايه المحصله النهائيه برضو ايه اللي حصل؟ مين كسب؟ مفيش حد كسب. اكنك 0-0. فالتعادل يقول لك ان النتيجه 0-0. التعادل بيعرفك ان النتيجه هي 0-0، يعني ملوش تاثير. التعادل ملوش تاثير. واصله لك؟ يعني مثلا لو جمعت، فالرقم اللي بيعبر عن التعادل ده هو الصفر. يعني مثلا لو جمعت 0-5، يعني اجمع كده 0-5، هل هيأثر؟ مش هيأثر. طب 9-0، هل هيأثر؟ مش هيأثر. ملوش لازمه، يعني الجمع ملوش لازمه. فعشان كده بنقول يا شباب النيوترونات متعادله، شحنتها بكام؟ بصفر. كلمه متعادله معناها شحنتها بكام؟ صفر. كلمه التعادل اول ما تسمعها في الكيمياء عموما، يعني مثلا جزيء متعادل شحنته بصفر، مركب متعادل شحنته بصفر، ذره متعادله شحنتها بصفر، كده. يبقى الرقم الصفر ده مهم مهم مهم. الصفر ده بجد مهم جدا، والله يعني بجد رقم الصفر ده مهم يعني مش عارف اوصل لك احساس قد ايه الصفر ده بيعبي يعني. المهم، ما تنساهاش بالله عليك. خلاص، يبقى اذا قلنا ان النواه موجبه والبروتونات موجبه والنيوترونات متعادله. فكده النواه شايله مين؟ شايله بروتونات ونيوترونات. مين اللي له لازمه؟ البروتونات. مين اللي ملوش لازمه؟ النيوترونات. هو بس بتتقل النواه، تخلي النواه تقيله بس. فالنواه تفتكر كده، النواه هتاخد شحنه مين فيهم؟ هتكسب هي واحده. انهي واحده؟ النواه هتحب البروتونات، مش هتحب النيوترونات لانها ملهاش لازمه. خلاص تمام. قال لك بقى في شويه مدارات حوالين النواه اللي هي ثابته دي، اللي متقله الذره كلها، الفارغه دي، الذره اللي هي الفارغه دي. قال لك بقى في حواليها مسارات. مسارات بقى اللي هي ايه؟ مدارات. المدارات دي انتوا عارفينها، اللي هي اسمها مستويات، او بتدور حوالين النواه كده مستويات. اسمها مستويات ايه يا شباب؟ مستويات الطاقه. يبقى عندك في مستويات اهو، مستويات جو حوالين النواه اسمها مستويات الطاقه. مستويات الطاقه ايه وظيفتها؟ مستويات الطاقه دي هقول لك دلوقتي. مستويات الطاقه. ايه مستويات الطاقه دي؟ كنا احنا حافظينهم في اعدادي. قلنا كان مستوى الطاقه الرئيسي كي. الاول كان هم 7، كان 7 مستويات: كي وال وام وان واو وبي وكيو. تمام يا شباب؟ يبقى انت عندك 7 مستويات اهم. خلاص، يبقى المستوى الاول، وادي المستوى الثاني، وادي الثالث، وادي الرابع، وادي الخامس، وادي السادس، وادي السابع. كانوا هم 7. فالمستويات دي بيدور حواليها يا شباب الكترونز بيدور في قلبها الكترونز في قلبها. خلاص، بيدور فيها كده الكترونات. خلاص تمام. في الكترونات بقى قريبه من النواه، في المدار القريب من النواه، في المدارات البعيده عن النواه. يبقى كلمه مدار معناها مستوى طاقه. مدار يعني ماشي، يعني بعيدا عن التدقيق قوي يعني. فهو المدار الاول، المدار الثاني، المدار الثالث، او المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث. تمام. طيب، لاحظنا بقى ان جوه النواه في الكترونات. خلاص تمام، قلنا عليه الالكترونات دي بقى شحنتها ايه يا شباب؟ الالكترونات دي انتوا عارفين ان شحنتها الكترونات. الالكترونات ايه يا شباب؟ سالبه. خلاص كده احنا ما جبناش سيره السالب من الصبح. يبقى عندك النواه موجبه، في قلبها بروتونات ونيوترونات، وبيدور حواليها الكترونات سالبه. لاحظوا العلماء ملاحظه رهيبه. ايه هي؟ قال لك البروتونات والالكترونات. البروتونات اللي هي الطفل الشقي اللي جوه النواه، والالكترونات الطفل الشقي اللي بره النواه. طلعوا مأنتمين. طلعوا ايه؟ مأنتمين. يعني ايه مأنتمين يا مستر؟ قال لك جم يعدوا البروتونات ويعدوا الالكترونات. جم يعدوا البروتونات ويعدوا الالكترونات، لقوهم قد بعض. يعني البروتونات لو عددها 5 أو 6، يبقى الإلكترونات، لو البروتونات 5 تبقى الإلكترونات 5. لو البروتونات 6 يبقى الإلكترونات 6. إيه ده؟ لاحظوا حاجة غريبة، إن البروتونات اللي جوه النواة والإلكترونات اللي جوه الذرة ككل يعني، لاحظوا إن عددهم متساوي. بس يا باشا من هنا بقى استنتجوا استنتاج رهيب. مش انتوا الموجب قد السالب؟
اذا بقى الذره الكبيره، الذره الايه الكبيره تبقى هي كمان متعادله، يعني ملهاش لازمه، تصبح في النهايه انها ملهاش لازمه، متعادله. خلاص، ما هو الموجب بيلغي السالب، الموجب بيلغي السالب، فبالتالي الذره في النهايه تصبح متعادله. يعني متعادله يا شباب، قلت لك اهو، بصمج كلمه متعادله. اللي يهمني ان انت هتحل ازاي. متعادله معناها ايه؟ ان شحنتها بزيرو، شحنتها بصفر، صفر صفر صفر، شحنتها بايه؟ بصفر. يبقى اذا الذره متعادله. طيب بس كده، يبقى ده تركيب الذره. الذره دي انهي ذره بقى؟ تفتكر بقى الذره دي انهي ذره؟ الذره دي ممكن تبقى ذره هيدروجين، ممكن تبقى ذره صوديوم، ممكن تبقى ذره هيليوم، ممكن تبقى ذره مثلا اقول لك الومنيوم عادي. يبقى ده التركيب العام للذره. خلاص. طب ايه اللي بيعرفني ان دي الومنيوم؟ عدد بقى البروتونات وعدد الالكترونات وهكذا وعدد النيوترونات. اللي بيعرفني ان دي مثلا فضه، ان بعدد البروتونات وعدد النيوترونات. خلاص. طيب يبقى طب هل احنا بقى كل مره، هل احنا كل مره لما اسالك مثلا عن ذره الالومنيوم هتعمل لي كل الحوارات دي؟ لا. قال لك بقى العلماء حبوا يختصروا، قال لك بقى بس ده كده فرح، وانت كده يا باشا مضيع وقتي وعمال تحكي لي وتهري لي في حاجات فاضيه ملهاش لازمه. قال لك بس احنا عايزين نختصر. هم العلماء يحبوا يختصروا، يوجعوا دماغك انت بالمنهج، لكن هم يحبوا بينهم وبين بعض يختصروا عشان ايه؟ يسهلوا الدنيا على بعض. فهنا ننتقل بقى لان الذره هيعملوا لها رمز. هيعملوا لها ايه يا شباب؟ يعملوا لها رمز. يبقى اذا هندرس حاجه جديده كده اسمها الرمز، رمز الذره او رمز العنصر. رمز الذره، او بين قوسين كده الذره اللي هي ايه يا شباب؟ العنصر. ركزوا معايا، صلوا على النبي. انت عندك الذره ممكن تبقى الذره ممكن تبقى من حرف واحد، ممكن تتكتب بحرف واحد، تمام؟ ورقم اتنين يا اما تتكتب من حرفين، يعني اي عنصر يا يتكتب من حرف واحد يا يتكتب من حرفين. طبعا الحرف الواحد ده بيبقى اول مثلا حرف في اسمه بالانجليزي، او الحرفين دول اول حرفين من اسمه بالانجليزي. فهمت؟ طيب المفروض ان احنا نكتب ازاي؟ لو انت هتكتب حرف واحد مثلا زي الهيدروجين مثلا، تكتب الحرف ده يبقى كابيتال. اسمه ايه يا شباب؟ كابيتال. خلاص. لكن لو الحرفين الحرف الاول يبقى كابيتال، تمام؟ الحرف الاول يبقى ايه؟ كابيتال. والحرف الثاني يبقى سمول. الحرف الثاني يا شباب يبقى سمول. يعني الكلام دوت هناخد مثال دلوقتي، مش هسيبك يعني. الحرف الواحد يا شباب زي مين؟ زي الهيدروجين اهو، زي مثلا الاكسجين كده اهو، يتكتب حرف واحد. مش انت يا مستر قلت لي اكتبوا H2؟ عادي سهل، بس ده لما نكون بنكتب جزيء ما بنكتبش ذره. فاهم؟ يعني تكتب H2 كده عادي. المهم في النهايه برضه هيبقى كابيتال، يعني في النهايه برضه ده هيبقى كابيتال. بس دلوقتي بكتب رمز ذره الهيدروجين اللي احنا كنا بنشرحه من شويه، ده جزيء الهيدروجين. خلاص. طبعا انا بس معلمك ازاي تكتب، لكن الكلام ده مش منهج. انا بقول لك، انا باسسك، الكلام ده مش منهج. انا بقول لك ازاي تكتب الذره بس مش اكتر. تمام؟ رمز الذره هيدرو اتش كده كده مثلا، بقول لك ان كده، خلاص ده حرف كابيتال. لكن حرفين بقى، عنصر مكون من حرفين مثلا، العلماء مثلا قالوا زي مثلا زي الهيليوم مثلا، حرفين زي مثلا زي مين؟ اهو زي الهيليوم، اتش كابيتال واي سمول. ده هيليوم. ما ينفعش تقول لي، ما ينفعش تكتب كده اتش اي، كده غلط. ما ينفعش تكتب كده. خلاص. يبقى الهيليوم يتكتب ازاي يا شباب؟ الهيليوم كتب اتش اي. طيب الصوديوم مثلا ان ايه، ان كابيتال اسمه. الالومنيوم ايه ما تكتبش ال كده، لا هي ال سمول. خلاص، عشان ما تاخدش صفر. الله يبارك لك كده. مش طبعا احنا الموضوع بقى اختياري وبس، طبعا برضه عشان بتوع الازهر يكتبوا صح. اكتب صح، انت جاي تتعلم، انت في النهايه جاي تتعلم. يعني اللي هو انا عارف ان الحاجات دي ما بيدققش عليها قوي في قلب الامتحان، ولكن انا بفهمك احنا ازاي بنمشي في المنهج. يعني مثلا في حاجات بتلخبط طبعا، يعني انت في حاجات ممكن تجيب يتلعب عليك في قلب الامتحان بقى دي لو انت ثانويه عامه. يعني مثلا يقول لك ايه اهو، يعني مثلا سي او ده كده، وسي او. دلوقتي انت عندك رمزين اهو، ده رمز كده ورمز. طيب مين فيهم يبقى عنصر ومين فيهم يبقى مركب؟ ها تفتكر كده في رايك، عشان ده هيتبني عليه سؤال. يعني مثلا بص، ده اول حرف كابيتال، تاني حرف سمول، يبقى ده حرفين، يبقى ده عنصر.
يبقى ده عنصر. طب الحرفين هنا كابيتال، لا ساعتها هنا بقى يبقى ده مركب. يعني فاهم، ده حرفين وكابيتال. انت عندك يا اما حرف واحد كابيتال يا اما حرفين بس واحد كابيتال واحد سمول. هنا بقى حرفين بس، حرفين كابيتال بس. من اول ما تبدا هنا كده، اول ما تلاقي حرفين كابيتال خلاص يبقى انت مركب. طالما انت خرجت بره الشرطين دول يبقى انت ايه؟ ده مركب. ده مركب يا شباب واسمه اول اكسيد الكربون. خلاص، يمكن يكتبها لك في قلب السؤال كده، يتفاعل مثلا كذا مع كذا، فتتفكر ان دوت مثلا اول اكسيد الكربون هو في الحقيقه سي او اللي هو اسمه عنصر الكوبالت. كوبالت، ماشي. يبقى تركز، والله الله يبارك لك في الفرق ده، عشان ده برضه هيتجاب في الامتحان، ده هيجي كملاحظات في الامتحان عليك وانت بتحل. خلاص. طيب بس كده يبقى احنا كده كتبنا الذره وفهمنا الشكل بتاعها. طيب يا شباب، طب الذره دي يعني المفروض نكتب عايزين بقى نلخص الحوارات دي. يعني الحوارات دي كده عايزين نلخصها في رمز. بصوا بقى، هقول لك دلوقتي. صلوا على النبي. عندك كده العنصر، العنصر هيتكتب الشكل الاساسي هيبقى على شكل اكس كده مثلا، زي ما انا كاتب اهو، كاتب اتش، كاتب او، كاتب ان، اكس. خلاص. وهنكتب هنا يا شباب عدد البروتونات اللي هو هنا، هنكتب هنا زد اللي هو عدد البروتونات. خلاص. والبروتونات دي، هنكتبها هنا. فهيبقى بس هنسميها اسم تاني بقى، هنسميها العدد الذري. العدد الذري. خلاص. طبعا انتوا الكلام ده تفكرون ان شاء الله. وعندك الايه اهو يا شباب، ده كده اسمه عدد كتلي. طب الايه دوت عدد كتلي اللي هو اتوميك، اتوميك ويت، اختصار لكلمه اتوميك ويت. عدد كتلي اللي بيعبر عن كتله الذره، سموه عدد كتلي عشان بيعبر عن كتله الذره. وكتله الذره ده يا شباب، الذره ده اهي، يعني انت لو جيت توزنها، يعني انت لو جيت توزن الذره دي في ميزان، على ميزان كده، بص صلوا على النبي اهو. مثلا عندك ميزان اهو، بص كده، ميزان اهو، حطيت عليه ذره. الذره دي جواها نواه، النواه دي جواها بروتونات ونيوترونات. خلاص. فالذره دي يا شباب فاضيه، يعني الذره دي فارغه. الكتله اللي هتطلع لك، هي كتله مين ومين؟ هي كتله البروتونات والنيوترونات، لان اصلا الالكترونات دي هفأ، شويه دبان طاير كده، فاهم، عمال يلف حوالين الاساس. اصلا في الذره دي كلها هي النواه. عارف انت المنجايه النواه هي الاساس، بس هي دي اللي اصلا هي اللي بتعمل وزن طبعا الكلام ده غلط، انا بقول لك يعني، بس بشبه لك بس. خلاص. ولكن هنا في الكيمياء يقول لك ايه؟ ان النواه دي هي تقل الذره، يعني الذره دي فاضيه. خلاص. هي يعني الذره عباره عن ايه؟ كتلتها جايه من كتله النواه. النواه جواها مين؟ بروتونات ونيوترونات. بس يا باشا، يبقى العدد الكتلي اللي هو بيعبر عن كتله ان الذره ده مجموع بقى مين؟ مجموع البروتونات والنيوترونات، عباره عن البروتونات والنيوترونات. فبالتالي النيوترونات بنتكتب هنا. خلاص. يعني مثلا اديك مثال اكزامبل يا شباب. يقول لك ايه؟ وليكن طبعا احنا كتبنا اكزامبل هنا وكتبنا بجد حاجه في منتهى اللي هي عبث. المهم يعني سي اي، وليكن سي اي 20 40. ده كده معناه يا شباب، ده كده معناه ان الكالسيوم عدد الذري 20 وعدد الكتلي 40. خلاص. طب عدد الكتلي ده هو عباره عن ايه يا شباب؟ العدد الكتلي ده هو عباره عن البروتونات والنيوترونات. فبالتالي هنكتب هنا كمان ايه؟ هنكتب هنا كمان 20. ليه؟ لان 20 زائد 20 يديك 40. خلاص. طبعا يبقى انت عرفت ان العدد الكتلي هو مجموع البروتونات والنيوترونات اللي هو العدد الذري والنيوترونات. الان دي رمز النيوترونات. طب مثلا وليكن الصوديوم ان 11 23. خلاص. 11 23 لما تطرح دي من دي 23 ناقص 11 يطلع 12. خلاص. يبقى العدد الذري 11 والعدد الكتلي 23 والعدد النيوترونات 12. فهمتوا يا شباب؟ فهمتوا ان شاء الله. بس كده خلاص. يبقى انت ده الشكل العام للكتاب. طيب هنمسك بقى العناصر نفسها. يعني احنا دلوقتي خلاص احنا خدنا الذره وخدنا رمز الذره ازاي نكتبه، وخدنا الشكل العام بتاع الكتابه اهو، ده شكله، ده طبعا ده شكل عام، وبعد كده الامثله هي قدامك اهي. طبعا بقى هناخد العناصر، هناخد كم عنصر بقى من الجدول الدوري. طبعا انت عارف ان الجدول الدوري في قلبه 118 عنصر. يعني انت عارف ان الجدول الدوري اهو، الجدول الدوري
كم عنصر يا شباب؟ 118 عنصر. احنا هناخد منهم كام؟ هناخد منهم فقط 30. هنحفظ 30، اول 30، والباقي بقى هيبقى بالفهم. بس انت من دلوقتي تحفظ اول 30. اول 30 اول 30 هتحفظوهم باعدادهم الذريه. يعني عددهم القطريه مش مهمه قوي، بس برضو العدد الذري اهم حاجه اللي يهمنا عشان تعرف توزع. طبعا انت عارف ان احنا كنا بنمسك الذره ونوزعها. يعني الذره كنا بنوزعها يا شباب ازاي؟ صلوا على النبي. عندك اهو الذره مثلا حاجه زي الكالسيوم، كنا بنوزع يا شباب في مستوى الطاقه. عندك النواهي الاول كنا بنوزع في كي، ووزع في مستوى تاني اسمه ال، كي ال ام كده، ان خلاص، وكده او، كده بي، كده كيو، كي ال ام ان او بي كيو. طيب كنا بنقول هنا ده بياخد 2 يا شباب، وده بياخد 8، وده بياخد 18، وده بياخد 32، واللي بعده بياخد 32، وهكذا. خلاص طبعا ما كناش بنوصل لورا كده. ده توزيع القديم، ده توزيع قديم، يعني اعتبره توزيع قديم ايام ما كنا بنوزع يعني. خلاص، فده التوزيع اللي احنا كنا بنشتغل عليه قبل كده في اعدادي. طبعا في توزيع جديد اللي هو 1 اس واس اس وبس بس والكلام دوت، هناخده برضه في قلب الاساسيات ان شاء الله، او ممكن نشرحه في اول محاضره في الباب الاول عشان بس يبقى نبدا في المنهج على طول، ما تقلش عليكم في الاساسيات قوي. المهم يعني، فانت عندك 2 8 18، ده شكل التوزيع. فانت مثلا معاك عنصر زي الكالسيوم كده، او عنصر زي الصوديوم ان 11، فكنا بنوزع يا شباب ان 11، او كنا بنوزع العدد الذري ده. فنقول 2 وادي 8، خلاص 2 و8 كده 10، فضل 1. نقول كده 2 و8 اللي يفضل بنوزع حاجه عارف لما يكون معاك 10 جنيه وزعها، 11 جنيه وزعهم كده. طيب مثلا وليكن الكالسيوم يا شباب اهو، نوزع الكالسيوم. طيب واحده واحده، تعال نوزع عنصر الكالسيوم. عنصر الكالسيوم Ca20، نقول كده 2 وادي 8، خلاص يا شباب، و2 8. ده طبعا احنا قلنا ده بيشيل لحد 2، وده بيشيل لحد 8، وده بيشيل لحد 18، يعني تقدر تحط فيه 1 و2 و3 و4 لحد 18. طبعا دول 20. 2 و8، 2 و8 كام يا شباب؟ 2 و8 10، و10 ناقص 20 يفضل 10. المفروض نحط 10 كده صح، لكن لا، احنا كنا ما نوزعوش كده، لان اخر مستوى هيبقى كده فيه 10، ما ينفعش. انت انت فاضل خلاص، فاضل 10 وده بيشيل لحد 18، وحطيت 10 خلاص بقى اخر خلصت توزيعهم. قال لك لا، لان اخر مستوى كده بقى معاه 10، والمفروض اخر مستوى خلاص طالما انت هتحط في اخر مستوى، المفروض اخر مستوى ما يشيلش اكتر من 8 للاسف. فمعلش بعد اذنك ال10 دي قسمها تاني، يعني بعد اذنك ال10 دي قسمها تاني. يقول لك قسمها لي بقى قسمها لي. طب اقسمها لك ازاي يا عم؟ خلاص هقسمها لك اهو، هقسمها لك 8 وكام؟ 8 و2. خلاص ماشي، يبقى افضل اقسم كده 8 8 8 و2. فهمت؟ طيب يبقى قسم لحد اخره، يعني ال8 عشان ال8 ده رقم يخلي لك التوزيع ده يعني اكثر استقرارا. التوزيع ده يبقى التوزيع المستقر بتاع الكالسيوم هو ده. تمام، يبقى ده اخر واحد، ده اخره كام؟ ده اخره 2. طيب المستوى الخارجي ده يا شباب، ده بقى الاخر مستوى، ده بقى اسمه المستوى الخارجي. ده اسمه المستوى، خلاص، ده المستوى، ده المستوى الخارجي. يعني المستوى الخارجي المستوى الاخير، يعني المستوى الخارجي مستوى دي والالكترونات اللي فيه اسمها الكترونات تكافؤ. الكترونات يا شباب، الكترونات دي كده، الالكترونات اللي بتبقى في المستوى الخارجي يحتوي على الكترونات التكافؤ. يعني تسجل لي عندك، يحتوي على الكترونات يا شباب، الكترونات التكافؤ. طب يعني ايه تكافؤ اصلا؟ ده اللي احنا هنعرفه كمان شويه. يعني ايه تكافؤ اصلا؟ كلمه تكافؤ يعني ايه تكافؤ؟ هقول لكم دلوقتي. المهم يعني يبقى ده المستوى يا شباب؟ المستوى الخارجي. طبعا ده المستوى الخارجي يحتوي على الكترونات التكافؤ اللي هي 1، دي يحتوي على 2، يحتوي على 1، ده يحتوي على 2. ده المستوى الخارجي. المستوى الخارجي يحتوي على الكترونات يا شباب اسمها الكترونات تكافؤ. طيب مش ملاحظين حاجه يا شباب؟ مش ملاحظين حاجه؟ ان دول 20 ودول 20، يعني ودول 20 ودول 11 ودول 11. بس ايه الفرق بقى بين ال11 دول وال11 دول؟ اولا كده اقول لك ال11 دول 11 موجب، وال11 دول 11 سالب.
تقول لي ازاي يا مستر؟ ازاي دول 11 موجب وده دول 11 سالب؟ هقول لك، لان الرقم اللي بيتكتب هنا ده عدد البروتونات اللي هو اهي العدد الذري اللي هو الموجب، لكن الرقم اللي هنا ده عدد الالكترونات اللي بتدور حوالين النواه، فالرقم ده سالب والالكترونات سالب. خلاص، نفس القصه. ايه الفرق بين ال 20 دول وال 20 دول؟ ها، ال 20 دي موجب لكن ال 20 دي سالب. 20 دي ايه؟ 20 دي سالب. ال 20 دي موجب، ال 20 دي سالب، عشان طبعا دي بروتونات ودي ايه؟ الكترونات. محدش يضحك عليك. طيب تفتكر كده مين ممكن عدده يتغير؟ يعني مين ممكن يتغير؟ البروتونات يا شباب ما بتتغيرش. يعني 11 تفضل 11، لا بتنقص ولا بتزيد. يعني لا بتنقص ولا بتزيد. 11 بتاعت اي ذره، اي ذره كده، يعني مثلا انا عندي 11 بروتون يفضلوا زي ما هم مهما يحصل. تمام؟ نفس القصه الكالسيوم، ال 20 مهما يحصل ال 20 دول ثابتين. خلاص؟ الا اذا بقى حصل تفاعل نووي وكده، لا، لكن الاكيد ان ال 11 زي ما هي وال 20 زي ما هي. طيب مين اللي بيتغير؟ الالكترونات. الالكترونات بقى اللي بتتحرك دي، الالكترونات اللي بتتحرك ممكن تنقص ممكن تزيد، يعني فاهم؟ هقول هنعرف كل ده دلوقتي. ممكن عنصر يفقد، ممكن يكتسب كده. لما يفقد بيبقى يون موجب، ولما بيكتسب بيبقى يون سالب. افتكر معايا الكلام دوت. فخلاص يا شباب، اتفهمت ان شاء الله. يبقى اذا احنا عرفنا الذره ورسمناها وهكذا. طبعا دلوقتي هناخد ال 30 عنصر اللي في الجدول الدوري. اول 30 عنصر معانا في الجدول الدوري هنحفظهم دلوقتي. خد لك بقى صوره ويلا عشان نكتب السبوره الثانيه. طيب يا شباب، صلوا على النبي. دلوقتي احنا خلصنا الجزء بتاع الذره، وهنعرف دلوقتي اول 30 عنصر. اولا كده اول 30 عنصر المفروض ان انت اول 20 انت خدتهم قبل كده، ولكن احنا موضع دراستنا السنه دي من اول 21 لحد 30. خلاص؟ فده اللي انا هكتبه على السبوره، لكن اول 20 فانا هقراهم لك من على التابلت. بس انت لازم تكون حافظهم، يعني انت لازم تكون ايه؟ لازم تكون حافظهم صم كده. خلاص؟ طيب صلى على النبي يا شباب. دلوقتي احنا عندنا الجدول ده، شكل الجدول الدوري قدامكم اهوت. خلاص؟ فاحنا المفروض نحفظ اول 30 عنصر. انت عندك الجدول الدوري اهوت ماشي بين اول عنصر اهو هيدروجين، بعد كده تاني هنا الهيليوم، بعد كده عندك العدد الذري، يعني عندك هنا برضو الليثيوم. خلاص؟ كده البريليوم، بعد كده البورون، كده الكربون 6، نيتروجين 7، اكسجين 8، فلور 9، نيون 10. خلاص؟ صوديوم 11، مغنيسيوم 12. ماشي. هنا ألمونيوم، سيليكون، فوسفور، كبريت، كلور، أرجون. عندك البوتاسيوم والكالسيوم. من اول ما جنهجنا هنا بقى، هنا عندك الاسكانديوم هنا بقى. هناخد احنا بقى ال10 عناصر دول ان شاء الله في منهجنا باذن الله. من اول الاسكانديوم، بعد كده التيتانيوم، بعد كده الفانديوم، كروم، منجنيز، حديد، كوبالت، نيكل، نحاس، خرسين. المهم ان انت تحفظ اعدادهم الذريه. مهم جدا جدا. خلاص؟ تبقى عارف ان ده العدد الذري وده الرمز وده الاسم. خلاص؟ ده هو بيعرفك كده يعني. دي الفئه يا شباب. ده عارفين الجزء ده من الجدول الدوري ده بيبقى اسمه الفئه اس. طبعا عارفين ان دي الفئه دي كلها كده اللي في النص دي كده اسمها الفئه دي. خلاص؟ والفئه بي اهي دي كده، الجزء ده كله فئه بي. تمام؟ واحنا عارفين ان اللي تحت ده بالفئه ايه؟ بيبقى الفئه اف. خلاص؟ يبقى تاني دي فئه الجدول الدوري، وحفظنا كده اول 30 عنصر من الجدول الدوري. مطالبين ان انتوا تبقوا حافظينهم ان شاء الله. طيب انت هتمسك الجدول الدوري كده تعد لحد 20 وتحفظ، وال30 برضه تحفظ، بس انا هكتب لك من اول اللي احنا هناخده في المنهج بتاعنا واقراهم لك. اولا كده يا شباب العناصر اهو. العناصر اولا كده، اول عنصر معانا هو عنصر الاسكانديوم 21. خلاص؟ بعد كده عندك ايه بعديه؟ التيتانيوم، بعد كده الفانديوم، بعد كده كروم، بعد كده منجنيز، بعد كده حديد. خلاص؟ كده كوبالت، بعد كده نيكل، كده ادي النيكل ايه؟ نيكل اهو. كده نحاس، كده خرسين. تمام؟ طيب صلوا على النبي. يبقى انت عندك الاسكانديوم 21، بعد كده التيتانيوم 22، بعد كده الفانديوم 23، كده الكروم 24، المنجنيز بالنسبه لك 25، الحديد عدده الذري 26، الكوبالت 27. هنحفظ عددهم الذري. والنيكل 28، وعندك السي يو 29، والزد ان ده 30. خلاص يا شباب؟ طيب يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ سكانديوم، تيتانيوم، فانيوم، كروم، منجنيز، حديد، كوبالت، نيكل، نحاس، خرسين. تحفظهم صم زي اسمك، زي ما انا حافظهم كده. بالله عليك تحفظهم. يعني مثلا، ومش تحفظهم كده عادي، يعني مثلا مش لازم بالترتيب. اللي يهمني دلوقتي او مش ازاي مش لازم بالترتيب، يعني اقصد الترتيب في مخك يبقى ايه؟ يبقى باللخبطه. ازاي؟ يعني مثلا اقول لك ايه؟ العنصر الذي يسبق الخرسين مثلا، او بالنحاس. العنصر الذي يلي الفانيوم، يلي، شوف يلي يعني الكروم. طب مثلا العنصر الذي يسبق العنصر
العنصر، او مثلا ممكن العنصر الذي يلي الكروم، ماشي قلناها دي خلاص. مثلا العنصر الذي يسبق الفانديوم ويسبق العنصر الذي يسبق التيتانيوم مثلا، يعني هيفضل يلعب معاك بالالفاظ دي. انت المفروض تبقى حافظ الترتيب عشان كده. فانت اللي هو ايه، مثلا عنصر الذي يسبق الفانديوم ايوه تيتانيوم، عنصر الذي يسبق مثلا الخرسين قلنا نحاس، عنصر الذي يلي العنصر الذي يقع بين مثلا الكروم والحديد، ها كروم والحديد منجنيز، فاهم؟ فبالله عليك الاسئله اللي من النوعيه دي تفهمها تحطها في عقلك خلاص. ده للطلاب بتوع العام، لكن الازهر يحفظ يبصمج العناصر يا باشا زي ما هو كده خلاص. طيب اولا كده يبقى احنا عرفنا دول. طيب بعد كده نقسم بقى العناصر. طبعا انت مش محتاج اكتب لك اسمائهم، انا قلت لك نطقتهم لك اهو: سكنديوم، تيتانيوم او تيتانيوم، فانديوم، كروم، منجنيز، حديد، كوبالت، نيكل، نحاس، خرسين، كده ماشي يا شباب. طيب هنقسم بقى يا شباب العناصر، يعني المفروض ان احنا نقسم العناصر، هنصنف العناصر. عندك هنا تصنف العناصر في الجدول الدوري الى ايه بقى يا شباب؟ صلوا على النبي. اولا كده عندك هنا في حاجه اسمها فلزات، خلاص دي اول حاجه انت محتاج تبقى فاهمها. وعندك حاجه تانية لا اسمها لا فلزات، خلاص. وعندك حاجه ثالثه اسمها ايه؟ اشباه ايه يا شباب؟ اشباه فلزات. تمام؟ يبقى انت عندك 3 انواع اهو: فلزات، لا فلزات، اشباه فلزات. في اهم منهم بقى اللي هي الغازات الخامله، يعني الاهم منهم خالص هي مين؟ الغازات الخامله. واحنا هنبدا من عندها الغازات الخامله، او المعنى صح الغازات اللي هي بين قوسين كده اسمها نبيله. تمام يا شباب؟ يبقى دي انواع العناصر اللي انت هتحفظهم من اول ال 30 كده، يعني ال 30 اللي انت هتحفظهم هتلاقي فيهم دول خلاص. اولا كده تعالوا نقسمهم واحده واحده. الغازات الخامله يا شباب، الغازات الخامله دي غازات مستقره، يعني هي دي اللي علم الكيمياء كله، يعني بمعنى صح العناصر كلها بتغير منهم. ليه؟ لان هم عندهم ميزه مش عند غيرهم، ان هم عناصر مستقره يا شباب. ده هم عناصر ايه بالنسبه لك كده؟ عناصر مستقره. مين بقى؟ تعالى نرتبهم معاك. اللي هم الهيليوم، عنصر الهيليوم. بعد كده عندك عنصر النيون، كده عنصر الارجون، كده عندك عنصر الكريبتون، كده عندك عنصر الزينون، كده عندك عنصر الرادون خلاص. طيب عندك ده 2 عدد ذري 2، وده 10، وده 18، وده بالنسبه لك 36، وده 54، وده 86. فهمت. طيب اولا كده ده اسمه ايه يا شباب؟ هيليوم. بعد كده نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. يبقى اكتب لك اسمهم هيليوم، وهختصرهم لك دلوقتي في كلمه دلوقتي: هيليوم، كده نيون، بعد كده ارجون، خلاص، دي كده كريبتون، كالزينون، كده الرادون. احفظ بقى اول حرف من كل عنصر كده هتلاقيهم متجمعوا في كلمه كده اسمها ايه؟ كلمه هناك زر. هناك ايه يا شباب؟ هناك زر. كلمه ايه؟ هناك زر. اله هيليوم، والنون نيون، والالف ارجون، والكاف كريبتون، هنبصمجهم كده يعني. تمام. طيب يبقى الغازات الخامله او اللي هي النبيله. طيب ماشي. طب انت برضو مش حافظ العدد الذري يا مستر، ازاي انا احفظ الارقام دي كلها؟ اولا كده بص، حاول تبسط الموضوع شويه. لو لاحظت الاثنين والعشرة الفرق بينهم 8، والعشرة والثمانية الفرق 18 الفرق بينهم 8، وعندك ال 18 وال 36 الفرق بينهم 18، وال 36 وال 54 الفرق بينهم 18، وعندك ال 54 وال 86 الفرق بينهم 32. فانت ممكن تحفظهم، انت تحفظ واحد وتبني عليه 8 و18 و32، 8 18 32 خلاص. وخلي بالك انت اكتر حاجه هتستخدمها هو بس انت عندك النيون والارجون والكريبتون بس، يعني دول اللي انت هتستخدمهم في المنهج، اللي هو النيون والارجون والكريبتون بس، مش هتستخدم حاجه ثانيه ان شاء الله. اولا كده يا شباب دول غازات ايه بالنسبه لك كده؟ دول مستقرين. يعني ايه؟ يعني بص، يعني قمه الدلع، يعني مستقرين، فاهم؟ اتشاف انت الثلاثه دول بقى، الثلاثه دول مش مستقرين. فيبدا بقى علم الكيمياء يبدا بقى يحصل فيه التفاعلات ده كلها
بسبب الثلاثه دول. ليه؟ عشان عايزين يبقوا مستقرين شبه مين؟ الغاز الخام. يعني هما الفلزات واللافلزات والاشباه الفلزات بتتفاعل عشان تبقى شبه مين؟ عشان تبقى شبه الغازات الخام. خلاص؟ طب لو بصيت كده على الفلزات هتلاحظ ان الفلزات مثلا وليكن يا عم هقول لك الفلزات دي بتدخل التفاعل الكيميائي، خلاص، بتعمل حاجه غريبه كده انها بتفقد الكترونات عشان تبقى شبه مين؟ تبقى شبه الغازات الخام. يبقى انا كل كلامي ان انا هوجهك لمين؟ للغازات الخام. يبقى الفلزات هي عناصر، تمام، تفقد ايه بقى؟ الكترون او اكثر، تفقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل. مش لازم نكتب كيميائي بقى. زي مين؟ يعني بتفقد الكترون او اكثر. زي مين مثلا؟ هناخد مثال عنصر زي الصوديوم 11، وعنصر تاني زي الكالسيوم 12. تمام؟ وهنزود حته كده، هقول لك اهو، هنزود حته صغيره كده، هنقول وتصبح ايون موجب. يعني هي بعد ما فقدت بتبقى ايون ايه؟ تبقى ايون موجب. بصوا يا شباب، يعني بتفقد تصبح ايون ايه؟ ايون موجب. زي مثلا زي الصوديوم، قلنا الصوديوم اهو Na11، كالسيوم Ca20، الالومنيوم Al13. بص كده ركز، لما نيجي نوزع ده 2 8 1، ولما نيجي نوزع ده 2 8 8 2، وعندك هنا 2 8 3. طيب ركزوا معايا الله يبارك لكم. اولا كده الصوديوم هنا ايه؟ 11 صح؟ 11 يعني هو عدد الذري 11. مين اقرب غاز خام اللي هنا عشان يبقى شبهه؟ ها، الاثنين ولا ال10؟ تفتكر كده 2 ولا ال10؟ ال10، فاكيد هو معاه 11 عايز يبقى شبه ال10، فبالتالي يفقد عشان يبقى 10، يبقى ينقص واحد. طب بص كده على ال20 دي بتاعت الكالسيوم، اقرب لل10 ولا اقرب لل18؟ اقرب لل18. فالمفروض انا 20، انا معايا 20 جنيه والمستقر ان يبقى معايا 18 جنيه، فبالتالي افقد 2 جنيه عشان ايه؟ يبقى معايا 18 جنيه. وصلت؟ مع ان الموضوع يعني المثال غريب شويه بس هو الصح كده، هي الكيمياء ماشيه كده. طب بص كده على ال 13، ركز. 13 انت دايما تبص للعدد الذري كده تفهم. يعني مثلا اهو 13 اقرب حاجه لمين؟ ال 13 اقرب حاجه لمين؟ 13 اقرب حاجه لل 10 ولا ال 18؟ فكر، 13 اقرب لها ال 10، فتفقد 3 عشان تبقى شبه ال 10. تمام؟ عشان تبقى شبه النيون، تبقى شبه النيون اللي هو المستقر لما يدخل التفاعل الكيميائي يعني. تمام؟ كل الكلام ده لما يدخل التفاعل الكيميائي، لما ندخل التفاعل الكيميائي. طبعا هل الكلام ده بيتشاف؟ يعني هل احنا بنشوف الحاجات وهي بتفقد؟ يعني انا مثلا انا كمستر بتاع كيمياء، هل انا بشوف الذرات وهي بتفقد الكترونات؟ لا، مفيش حد بيشوف الكلام ده. بس ده تفسير نظري بناء على اللي حصل بقى. تمام؟ احنا ناقلين للعلم يا شباب، ما شفناش الكلام ده خالص ولا هنشوف، ولا العلماء نفسهم شافوه. فهمت؟ يبقى دي كل ده مبني على بعضه. المهم، فانت عندك 11 وهنا 1، فبالتالي ده هيفقد الكترون. طب ده 2 يفقد 2 الكترون. خلاص هيفقد ده. طب ده يفقد 3 الكترونات. طيب خلاص، يبقى اذا يا شباب الفقد حصل منين؟ حصل من ال 11 دول ولا ال 11 دول؟ لا، حصل من ال 11 دول. ال 11 دول ثابتين، دول البروتونات اللي جوه النواه، لكن الالكترونات دي اللي هي كانت بتدور حوالين النواه، هي دي اللي هتقع. هيقع 1 ويقع هنا 2 ويقع هنا 3. خلاص؟ فاذا بقى احنا كنا بنقول ال 11 دول موجب، فبالتالي كده بقى عندك 11 موجب. خلاص؟ وعندك هنا 10 سالب. لما الرقم قل يعني خلاص، فاذا يبقى الصوديوم يشيل شحنه موجبه، فقد 1 يشيل شحنه موجب 1. خلاص؟ ليه بقى موجب 1؟ ليه موجب 1؟ عشان فقد 1 يعني، فبقى الشحنه الموجبه اكبر. تمام؟ هنا الشحنه الموجبه ال 20 اكتر من دول، بقوا 18 اهو. خلاص، فال 20 الموجب بقوا اكتر من 18 السالب، يبقى اذا اكتر موجب 2، يبقى نقول عليه ايه؟ ايون
كالسيوم موجب 2 بعد ما يفقد يعني. خلاص. طب الالومنيوم بقى دول 10 ودول 13، يبقى اذا موجب 3 فقط 3. خلاص. وفي الحاله دي نقول على الصوديوم تكافؤه احادي. تكافؤه يا شباب تكافؤه احادي عشان فقط كام؟ عشان فقط واحد. ونقول على الكالسيوم تكافؤه ثنائي عشان فقط كام؟ فقط 2. وده تكافؤه يا شباب تكافؤه ثلاثي. خلاص. يبقى اذا انت تكافؤه احادي، تكافؤه ثنائي، تكافؤه ثلاثي، تكافؤه احادي، تكافؤه ثنائي، تكافؤه ثلاثي، عشان ده فقط واحد، فقط 2، فقط 3. بس كده. خلاص. احادي دي معناها ايه؟ فقد ولا اكتسب مش هتفرق، بس هو قال كلمه احادي يعني فقد واحد او اكتسب واحد هي احادي. خلاص. طيب الفلزات عكس اللي هنعمله بالظبط. خلاص. ممكن نقول بقى نحط لها تعريف الفلزات يا شباب. الفلزات ممكن نحط لها تعريف تاني. هي عناصر ينتهي توزيعها بالكترون او 2 او 3 يعني غالبا يبقى الفلزات هي عناصر ينتهي اهو توزيعها غالبا بإيه يا شباب؟ بواحد بإلكترون أو 2 أو 3. خلاص يا شباب؟ ينتهي توزيعها غالبا بإلكترون أو 2 أو 3. يبقى تركز في النقطة دي. يبقى إذا الفلزات هي عناصر ينتهي توزيعها غالبا، أنا بقول غالبا. ماشي؟ طيب أنت عندك بقى إيه اللافلزات يا شباب؟ تعالوا نحفظه. بصوا بقى، هي عناصر ينتهي توزيعها خلاص بخمسة بخمسة وستة وسبعة. بخمسة 6 و7. خلاص. طيب 5 7 الكترونات يعني. طيب رقم 2 هنقول بقى هي عناصر تكتسب ولا تفقد؟ لا تكتسب الكترون. بتكتسب الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. تمام يا شباب؟ يبقى اذا هي عناصر تكتسب الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. طيب ركزوا معايا. بدأ قلنا لا فلزات وهكذا. وتصبح ايه بقى؟ ايون سائله. وتصبح طبعا ايون ايه؟ تصبح ايون يا شباب ايون سالب. طيب عندك بقى قلنا اللافلزات زي مثلا مين بقى؟ هنقول له حاجه واحد يكتسب مثلا حاجه زي الكلور مثلا Cl17. وعندك مثلا اقول لك 16 مين؟ الكبريت S16. خلاص. وعندك اللهم صل على سيدنا محمد مين الفوسفور B15. تعال نوزع. هتلاحظ انك بتوزع 2 8 2 8 7 وهنا 2 8 6 وهنا 2 8 5. ركز كده معايا الله يبارك لك. ال 17 فاضل لهم كام ويبقوا مستقرين؟ يعني اما يبقوا 18 يا اما يبقوا 10 يا اما يبقوا 36. اي هقرب 18. انا 17 معايا 17 جنيه وعشان ابقى مستقر يبقى محتاج يبقى معايا 18 فهكتسب 1. خلاص اهو عشان يبقى شبه الارجون. فاذا ده يكتسب كام؟ يكتسب الكترون. ده ال 16 هيكتسب 2. خلاص. يكتسب 2 الكترون. طب والفوسفور يا شباب يكتسب تمام يكتسب كام؟ 3 الكترونات عشان يبقى من 15 يبقى 18 او بمعنى صح 5 تبقى 8 يعني او ال7 تبقى 1 وال6 تبقى 2 وال6 تبقى 8 وال5 تبقى 8. بيكتب عشان يوصل اخر مستوى يبقى 8 ونفس القصه اخر مستوى بقى 8 بقى 8 بقى 8 عشان يبقى شبه الغاز الخامل. طيب اشباه الفلزات يا شباب طبعا دول انت المفروض لقيت ان الفلزات بينتهي توزيعها ب1 و2 و3 واللافلزات ب5 و6 وايه؟ ب5 و6 و7. طيب فانت تيجي تقول ايه بقى؟ الاقي بقى واحد ايه بصمجي حفيظ يقول لي ايه؟ 1 و2 و3 فلزات و5 و6 و7
يبقى لا فلزات، يبقى ما فضلش غير رقم واحد اللي هو ايه؟ الاربعه، يبقى شبه فلزات. اقول لك كده انت ايه؟ حمار كبير وبطيخه كبير. ليه بقى؟ اولا كده ان التوزيع، ان انت لما تعرف نوع العنصر من التوزيع، طبعا دي طريقه غلط اصلا، يعني بطريقه مش دقيقه 100%. عشان كده تلاقيني بقول لك ايه؟ تلاقيني بقول لك هنا غالبا، مثلا اقول لك يعني مثلا انت توزيعها بص انا كتبت هنا غالبا اهو، خلاص، فهنا برضو كنت المفروض اكتب هنا غالبا، خلاص. يبقى في الغالب انها 7 و6 و5، لكن التوزيع ده مش هو الطريقه الاصح ان اعرف بيها العنصر. طب ايه الطريقه الصح يا مستر؟ عرفني يا علامه. اشباه الفلزات يا شباب. طبعا احنا بنعرف اي عنصر من خواصه، طبعا احنا بندرس نظري، مش بالتالي مش هقول لك خواص، فهتحفظهم. اشباه الفلزات هتتحفظ، تمام. فاشباه الفلزات يا شباب تتحفظ. يعني انت عندك مثلا عندك زي مين؟ زي السيليكون بقى، زي السيليكون والجرمانيوم والتريليوم والزرنيخ والبورون والانتيمون الاس بي. خلاص، انت عندك كده كام؟ عندك 6 اهو، يبقى انت تحفظ السته دول. يبقى سيليكون، جرمانيوم، تريليوم، زرنيخ، بورون، انتيمون، هم دول اللي موجودين عندك في قلب الجدول الدوري كله. بص اي حاجه غيرهم بقى تبقى فلزات ولا فلزات واشباه ايه؟ وغازات خام. وصلت النقطه دي؟ وصلت ان شاء الله. يبقى احنا عندنا اشباه الفلزات دول حفظ، حفظ، تمام. يبقى انت تحفظ اشباه ايه؟ اشباه الفلزات. خلاص شباب، تمام. طيب في عندنا بقى حاجات، يعني طبعا مش احنا قلنا غالبا، غالبا دي هيتوقف على حاجات كتير بقى. ايه هي؟ ان احنا عندنا في حالات شاذه، يعني احنا عندنا استثناءات. يعني في استثناء بقى للتعريف، احنا عايزين بقى حاجه نستثنيها. بص بقى، عندك في استثناءات او حالات شاذه، عناصر شاذه، استثناء. ودي اهم، دي اهم من التعريفات والحوارات اللي انا بعملها دي كلها. الحته دي بقى دي مهمه جدا للازهر او للعام، تمام. استثناء. ايه ده؟ مش بتكتب بالسين استثناء؟ ايه ده؟ بقيت فاشل عربي. استثناء. ايوه ايه ده؟ المهم استثناء. خلاص، استثناء بقى من ليهم. اولا كده انت عندك الهيدروجين، خلاص، ورقم 2 الكربون. ركز كده، الهيدروجين عدد الذري كام؟ 1، لسه حافظين. كربون 4، تمام. لا الكربون ايه؟ كربون سي 6، تمام. فانت لما تيجي توزع الهيدروجين هتلاقي كام؟ اتش كام؟ اتش 1. اتش 1 المفروض الواحد ده يبقى في ايه؟ يبقى في لز، يعني الواحد ده هو يبقى في لز، صح؟ بس انا قلت لك غالبا، فبالتالي الواحد ده للاسف الشديد الهيدروجين اصلا مش فلز. خلاص. طب انت عرفت منين يا مستر؟ قلت لك عرفته من خواصه. من خواصه عرفت ان الهيدروجين غاز، فبالتالي من خواص اللافلزات ان هو بتبقى غازات هكذا معظمها، فبالتالي الهيدروجين ده بالنسبه لك لا فلز. فبالتالي ده اللافلز العاق الوحيد معانا. ما هو المفروض كان يبقى اخرك 5 و6 و7، قال لك لا انا كيفي كده، انا لا فلز، بس انا بحب يبقى اخري واحد. هو الهيدروجين كده يدوخ. نص مصر، نص طلبه مصر عارفه ان الهيدروجين ده فلز. خلاص، فالهيدروجين يا شباب لا فلز. خلاص انت عرفت معايا هنا. طيب الكربون، الكربون ده بذمتك كده، هو مثلا ممكن اقول لك 50% من طلبه مصر بتقول لك عليه شبه فلز. ليه يا ابني انت؟ هو يقول لك الكربون اهو سي 6 2 4. ايه ده يا مستر؟ اخر 4، مش انت قلت لي الواحد واثنين وثلاثه يبقى فلز، وخمسه وسته والسبعه يبقى لا فلز، فاكيد الاربعه شبه فلز، معروفه يعني. اقول لك لا، الكربون اللي هو السي 6 ده يا باشا لا فلز. ليه بقى؟ عشان عرفناه من خواصه زي ما انا قلت لك. خلاص، يبقى اذا الكربون لا فلز. الله يبارك لك، ما تنساهوش، عشان دي حالات ايه؟ شاذه كده ونحتاجها قدام ان شاء الله. خلاص شباب، طبعا سبوره جميله ان شاء الله، ما نكونش ايه يعني تعبناكم فيها. وخد السكرين شوت بتاعتك ويلا بينا. طيب صلوا على النبي يا شباب. دلوقتي هناخد جزء جديد اللي هو بعنوان التكافؤ. هنشرح بس التعريف بتاعه والكم مثال عليه، وبعد كده هقراه لكم التابلت وهعرفكم انتوا هتحفظوا ايه ومطالبين بالحفظ ايه عشان نكتب الصيغ بعد كده. اولا كده يا شباب، عندك التكافؤ اهو. التكافؤ يعني ايه تكافؤ اصلا؟ اولا كده التكافؤ هو عدد الالكترونات المفقوده او المكتسبه اثناء التفاعل الكيميائي. يعني الكلام نكتب التعريف بس. هو عدد الالكترونات، تمام، المفقوده
او المكتسب. تمام، اثناء التفاعل يا شباب الكيميائي. تمام. طيب فتركزوا معايا، مثلا يعني مثلا هقول لك مثلا انت عنصر فقد واحد في اثناء التفاعل الكيميائي فنقول عليه تكافؤ احادي. طب عنصر اكتسب واحد فنقول عليه تكافؤ احادي. فقد او اكتسب نقول احادي. طب فقد او اكتسب اثنين نقول ثنائي. فقد او اكتسب ثلاثه نقول ثلاثي كده يعني. خلاص نقول ثلاثي احادي، يعني الرقم مش موجب ولا سالب. فهمت الفكره؟ بس احنا هنعرفه ازاي من شكله على العنصر. يعني مثلا هقول لك اهو، مثلا وليكن انت عندك عنصر ان ايه. خلاص كده انت هل دلوقتي تعرف تميز هل هو احادي ولا ثنائي؟ ما تعرفش. فانت ممكن تقول عليه لو سالتك عن التكافؤ وانا كاتبه كده بقى، كده كتبته على شكل ايون. كتبته على شكل ايه يا شباب؟ ايون صوديوم. ايون صوديوم موجب. هو الايون ده يا شباب هو ذره عنصر فقدت او اكتسبت. الايون هو ذره عنصر فقدت او اكتسبت. فانت عندك اهو ال ايه موجب، مكتوب عليه موجب كام يا شباب؟ واحد. بس الواحد ما بيتكتبش فنقول عليه كده تكافؤ احادي. تمام. طب مثلا عندك الاكسجين او سالب 2. ده سالب 2. انا فهمت ان السالب 2 دي معناها اكتسب، بس في النهايه هقول تكافؤ ايه؟ تكافؤ ثنائي. خلاص. طب مثلا عندك الكالسيوم مثلا سي ايه موجب 2. كده فقد 2 بس في النهايه هقول ان هو ثنائي. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى اذا ده ايون موجب، ايون سالب، ايون موجب، ايون سالب. خلاص. يبقى دي كلمه ايون. ايون معناها ايه؟ اللي هو العنصر بس مكتوب عليه من فوق موجب او سالب. هنا ده موجب كام؟ موجب 1. طب مثلا يا عم هقول لك النيتروجين ان سالب 3 كده. يبقى ده تكافؤ يا شباب؟ تكافؤ ثلاثي. خلاص. تكافؤ ايه؟ تكافؤ ثلاثي. مثلا هقول لك عنصر زي مين؟ زي من حديد اف اي موجب 3. فقط كده كام؟ فقط 3. بس يا باشا انت تكافؤك ايه؟ ثلاثي كده. بس يبقى تكافؤ عدد الالكترونات المفقوده او المكتسبه اثناء التفاعل الكيميائي. بس يا عم. طيب ملحوظه بقى، نوتس، يعني دي ملاحظه هامه. تمام؟ ملاحظه هامه اهو. سجل عندك اولا كده الجزيء المتعادل، بمعنى اصح المركب، ليس له تكافؤ. يعني مفيش مركب هتلاقيه ليه تكافؤ. يعني مثلا اقول لك ايه؟ الميه تكافؤها ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده. يعني مفيش اسالك سؤال زي كده، لان الجزيء المتعادل ده ملوش شحنه، شحنته بصفر. مش انا قلت لك ان الجزيء المتعادل شحنته بصفر؟ لكن ده لو سالتك الحديد ده شحنته كام؟ موجب 3. شحنته كام؟ موجب 2. شحنته كام؟ سالب 2. شحنته كام؟ سالب 3. شحنته كام؟ موجب 1. فهمت الفكره؟ يبقى ده الرقم اللي فوق ده اسمه شحنه. لكن الجزيء المتعادل هو متعادل يا ابني، شحنته بصفر. شحنته صفر، ليس له ايه؟ ليس له تكافؤ. خلاص. طيب في عندنا حاجه بقى، احنا خلاص كده خدنا الذره وخدنا الايون. ماشي. يبقى الايون برضه هحط لك تعريف الايون. هحط لك تعريف الايون. يعني ايه ايون اصلا؟ عشان برضه الناس اللي بتنسى. الايون اهو هو ذره عنصر فقدت او اكتسبت. تمام. الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. خلاص. الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. مثال عليها. مثال مثلا زي ايه؟ هو ان موجب زائد سي ال سالب بي ار سالب. عادي بتكتب، لازم تكتب، ما تكتبش صوديوم بس. ده كده ايون. ايه ماشي. والايون اللي هو ذره فقط اكتسبت الكترون يا عم برضه، الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. طيب يا شباب صلوا على النبي. الايون هنقول ان هو نوعين، في منه موجب وفي منه ايه؟ سالب. الموجب بيبقى اسمه كاتاين او اسمه كاتيون. خلاص. يعني مثلا زي الصوديوم ان موجب، بي ايه موجب 2، كالسيوم سي ايه موجب 2، هكذا. والسالب باسمه انايون او انيون يا شباب. نقول عليه ايه؟ انيون او انايون، ايا كان بقى.
المهم ان هو اسمه ايه؟ انايون، زي السي ال سالب، الاكسجين او سالب 2، بي ار سالب. خلاص وصلت ان شاء الله. بس كده. طيب بص بقى معايا، عندنا بقى في حاجه اسمها المجموعات الذريه، ودي هنشرحها برضه دلوقتي على التابلت، وهنفهم ازاي احنا نحفظها. هتحفظوها يا شباب، المجموعات الذريه اللي عندكم في المنهج. المجموعات، عندنا حاجه اسمها المجموعات، المجموعه الذريه. المجموعه الذريه ده يا شباب هي زي ايه مثلا؟ زي المجموعه الذريه دي اللي هي زي الكبريتات والفوسفات والحاجات اللي انت كنت تسمعها دي، النترات مثلا. كبريتات اس او 4 سالب 2 عشان ده تكافؤها ثنائي. ها بي او 4 ده فوسفات اهو تكافؤها ثلاثي. فانت عندك اهو هي مجموعه من الذرات. مجموعه من ايه؟ من الذرات، عشان كده اسمها مجموعه ذريه. هي مجموعه من الذرات اهو، اس واربعه اكسجين. خلاص لها تسلك سلوك الذره، تسلك سلوك، عشان كده شبه، عشان اقول على كده مجموعه ذريه سلوك الذره، ولها تكافؤ خاص بها. خلاص يا شباب، معظم المجموعات اللي احنا بندرسها في المنهج كلها سالبه، يعني سالب 2 سالب 3 سالب كده، فاهم؟ ما عدا مجموعه واحده بس اللي هي الامونيوم موجبه. خلاص مثلا عندك مجموعه زي ال NH4 اهي، هي دي الامونيوم موجب. خلاص يبقى دي مجموعات انت هتحفظها يا شباب، هنحفظها عشان هنعمل لها مركبات. خلاص فدي المفروض ان احنا هنقراها من قلب التابلت، وهنحفظ دول عشان نستخدمهم في كتابه المركبات. عندك بقى ملاحظات، ملاحظات لحفظ المجموعات. بص بقى على الحته التركايه الجايه دي. بص بقى، اولا كده طبعا هو انت كده كده في النهايه لازم تحفظ، لازم تحفظ. يعني الفزلكه الكتير ملهاش لازمه دلوقتي، وان احنا نسترجع الكلام اللي كان في اعدادي ملوش لازمه. بس انا هديك بعض الهنتات يعني. خلاص مثلا عندك مجموعه فيها سي ال، فيها اكسجين كتير سي ال او 3، وعندك في سي ال او 2. تمام؟ في عندك سي ال بس. ماشي يا شباب؟ فصلوا على النبي. دي كده اسمها يا شباب اسمها كلور، يعني لما نيجي انت على المجموعه دي نقول كلور. خلاص ودي برضو كلور، ودي كلور، يعني ده كلور. خلاص طبعا ده سالب وده سالب وده سالب، ده بنكتب على شكل ايون يعني. طيب اولا كده ده يا شباب عشان في قلبه اكسجين اكتر. خلاص لو جينا نقارن طبعا احنا هنكون حافظينه في مخنا وعارفين ان دي فيها اكسجين اكتر من دي، فلما تيجي تسميها تخلي اخرها الف وت. تمام؟ ودي هتخلي اخرها ي وت، ودي هتخلي اخرها ي ودال، طالما هو عنصر اخر ي ودال. طب هتفهمني دلوقتي، يبقى دي اسمها كلورات، كلوريد، كلوريد. طب تعال نبص كده، اس او 4 سالب 2، واس او 3 سالب 2، وعندك الاس سالب 2. بص 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 بص، لما اجي تسميها تقول ايه؟ كبريتات. ماشي؟ كبريت تيت. يعني انت بتنطق اسم العنصر كلور 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 عشان كلورا، كده تحط ات ايت ايد كبريتيد. فهمتوا يا شباب؟ يبقى اذا دي ملحوظه مهمه، ان هو لو في اكسجين كتير يحط الف وت في الاخر. ي ت في الاخر. ي د في الاخر، طالما هو عنصر يبقى ي وده. نفس القصه مع مين؟ نفس القصه مع ال NO3 وال NO2 وال N سالب 3 سالب سالب، تكافؤ احادي يعني، احادي ثلاثي. ده اسمها يا شباب نطا. ممكن المفروض نقول نيتروجين، نقول نيت رات. طبعا حذفنا كلمه جين، وطبعا دي كده لها علاقه بالتسميه اللي كانت في اعدادي. المهم يعني شلنا كلمه جين دي، يبقى نيترات. يبقى نقول نيتروجين نقول نيترات، مش نيتروجينات، لا نيترات. دي اسمها ايه؟ نيت ريت. طب دي اسمها ايه؟ نيت حط ايه ودال، نيتريد. فهمتوا يا شباب؟ يبقى اذا اهو ات ايت ايد، ات ايت ايد. بس دي ملاحظات مهمه جدا عشان تعرف تحفظ وتسهل عليك الحفظ يعني. خلاص صلوا على النبي. طيب يا شباب دلوقتي المفروض ان احنا خدنا التكافؤ، فهو بيقول لك عدد الشحنات الكهربائيه اللي تبدو على الايون او الذره في المركب. طبعا مالكش دعوه بالكلام الفاضي دوت. هو بيقول لك يعني التكافؤ بيعرفك ان العدد اللي فوق مين، العدد اللي بيبقى فوق العنصر، يعني اللي هو العدد اللي زي ده كده، اللي هو الموجب يعني، ولا موجب كام يعني، او سالب كام. خلاص المهم ان احنا خدنا دول. طبعا عدد التكسد ده لسه هناخده فما تقراوش، ملوش لازمه. خلاص طبعا هو بيعرفك الفرق بينه وبين ده.
بص عشان سريعا، التكافؤ بيبقى ما بتعرفش لا هو لا موجب ولا سالب، يعني ما بتعرفش منه الموجب والسالب، لكن عادة التكافؤ بتعرف منه ال- الموجب والسالب، لازم ياكد على الموجب والسالب، لكن الاثنين واحد. خلاص الاثنين واحد، بس ده العادة التكافؤ بياكد، لازم يحدد هل هو موجب ولا سالب، بس دي الفكره. بس هناخده قدام برضه عشان بس ما يحصلش اي لخبطه. بس دلوقتي اللي احنا هنحفظه دلوقتي اكننا بنحفظ ايه؟ التكافؤ. فانت عندك مثلا هيدروجين تكافؤه يا شباب، تكافؤ احادي، يعني رموز وعدد تكسب بعض الكاتيونات والانيونات. احنا عرفنا يعني كاتيون يعني انيون. الكاتيون يا شباب، الكاتيون دوت بيبقى موجب، والانيون بيبقى السالب. الانيون بيبقى سالب والكاتيون بيبقى موجب. هيدروجين عندك اهوت اتش موجب واحد، الليثيوم ال اي موجب واحد برضو احادي، ها ده احادي خلاص، وده بالنسبه لك برضو احادي، الليثيوم احادي. وعندك الصوديوم برضو احادي، والبوتاسيوم احادي، والفضه احادي، والكلوريد احادي، بس ده سالب بقى. شفت انت تبص كده تركز هل هو سالب ولا موجب. ده سالب برضو كلوريد. ها دايما دي نطق، ده نطق، وعشان لما تيجي تكتب يعني تحفظ بالنطق ده. بروميد، كلوريد، فلوريد، فضه كده. خلاص طبعا احنا عارفين ان ده كلور ما نقولش، بس هنا لما يتلاقي عليه شحنه كده تقول عليه كلوريد، تقول عليه كلوريد عشان ده ايون، مش عنصر، او ايون مش ذره. طالما عليه شحنه سالبه كده يا شباب نقول يه ودال في الاخر، يه ودال، يه ودال. مغنيسيوم يوم، معظم الفلزات اخرها يوم، يوم يوم يوم. بص يوم 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 كده، يعني معظم الفلزات كده. خلاص فهنا انت عندك خلاص كده احنا حفظنا دول. يبقى انت عندك ام جي الرمز والتكافؤ، الرمز والتكافؤ تكتب انت جنبه كده، بس لما تيجي تطبع انت المذكره دي اللي احنا هنبعتها لك ان شاء الله، طبعا دي تكتب هنا احادي خلاص، وده احادي، او ممكن تتعلم على دول كده كلهم، دول كده احادي، وانت عندك دول كده ثنائي، اهم كده دول ثنائي خلاص. وده عندك ثنائي 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 اهو، دول كده برضو ثنائي. ده ثلاثي، ألمونيوم، سكانديوم، نيتريد، فوسفور. عندك بقى النحاس في منه تكافؤين، حديد صغير، نحاس صغير ونحاس كبير. والزئبق نفس القصة، زئبق صغير وزئبق كبير. ها حديد موجب 2 موجب 3، فانت بقى على حسب ما يجيلك في السؤال يقول لك هو موجب 2 ولا موجب 3. تمام. طيب عندك بقى برضو الذهب في منه صغير وفي منه كبير، ماشي. الرصاص برضو نفس القصة. طبعا دي يا شباب دي رموز العناصر نفسها وتكافؤاتها، تحفظوهم صم بجد، صم زي اسمكم. تمام. صيغه وعدد تاكسد بعض المجموعات الذريه، طبعا بقى دي المجموعات الذريه اللي احنا المفروض قلنا ان احنا هنحتاجها في المنهج. طبعا هتحفظوا دول يا شباب، هتبصمجوهم بصمجه يعني ما اقولكش، يعني بجد زي اسمك كده. هو ده اكتر حاجه تتك عليها. هيدروكسيد اهو او اتش سالب، بعد كده نيتريت خلاص احنا قلنا نيتريت بان او 2، نيترات، امونيوم بيكربونات اتش سي او 3 سالب اهو. ده تكافؤ، طبعا ده تكافؤ احادي، احادي 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 احادي. معظم المجموعات احادي اهو. كل دول ثنائي خلاص، كل دول ثنائي. ما يعني بص اي حاجه اولها كاف، معظم اللي اولهم كاف كلهم ثنائي خلاص. بعد كده عدد الفوسفات ثلاثي. بعد كده الاوكزالات دي ثنائي يا شباب. خلي بالكم بس، الاوكزالات دي بتتكتب كده، يعني دي سي او او رابطه سي او لانها عباره عن كام سي او اي وسي او اي، فهو جمعهم هنا كتبهم باي 2. ماشي. وطبعا هنفهم يعني ايه باي 2 دي دلوقتي، يعني لما نيجي نشرح ان شاء الله في الجزء الثاني. خلاص. فالاوكزالات هي عباره عن 2 سي او او 2 سي او او كلورات سي ال او 3. السايوسيانات السي سي ان اسمها السي سي ان خلاص. ميتا الومينات اي ال او 2 الو 2. السيانات سي ان او، السيانيد سي ان يا شباب. طبعا ما تقولش ان سي دي، لا قولها سي ان خلاص، هي دي سي ان، سي ان سالب. تمام. ام ان او 4 دي برمنجانات خلاص. والاسيتات سي اتش 3 سي او او سالب، و اتش اس او 4 دي بيكربونات خلاص، بيكبريتات، معلش بيكبريتات، معلش انا في غلطه برضو في الطباعه، اسمها بيكبريتات. تمام. طيب يبقى اذا دي كل الحاجات اللي انت تحفظوها ورموزها يا شباب. دي السياناميد، تمام، سياناميد والكربونات وكبريتات، كرومات، بيكرومات او ثاني كرومات، والافضل تقول ثاني كرومات دي، منجنات، رباعي السيونات، سايوكبريتات، خرسينات. تمام. عارف انت الخرسينات دي زيها زي مين؟ الخرسينات دي زيها زي الالومينات، ميتا الومينات. بص خرسينات اهي زد ان او 2، والميتا الومينات برضو اسمها الومينات اي ال او 2، خرسينات الومينات زد ان او 2، وهنا اي ال او 2. خلاص شباب. تمام. المره الجايه ان شاء الله
هنعرف ازاي نكتب المركب، بس تكونوا انتوا حفظتوا دول. يعني المفروض كده توقف وتحفظ دول صم بجد، يعني لازم تحفظهم، لازم بجد تحفظهم. خلاص، ومهمين والله يا شباب. تمام.